بيبدأ المسلسل بفنانة تشكيلية اسمها عطية وبتكون موهوبة جدا في الرسم، لكن الغريب في رسمها هو انها دايما بترسم رمز معين من وهي صغيرة، وبتكون مش عارفة هي ليه بترسم الرمز ده. وبعدها بنتعرف على أوزان حبيب عطية، وبنعرف انهم مرتبطين من فترة طويلة وبيحبوا بعض جدا. وبيطلب أوزان من عطية تستعد لافتتاح المعرض الفني بتاعها، فعطية بتقوله ان هي خايفة ومتوترة جدا، فأوزان بيفضل يشجعها وبيقول لها ان هي موهوبة ورسمها يبهر كل الناس. وبعدها بتروح عطية تقابل اختها شانسو في الاتيليه بتاعها، وبنعرف ان هي بتشتغل مصممة ازياء، وبتكون صممت فستان مميز لاختها علشان تحضر بيه افتتاح المعرض. وفي الوقت ده عطية بتلمح ست عجوزة بتبص لها بطريقة غريبة من ورا الشباك، فعطية بتخاف وبتقرب من الشباك علشان تشوف مين دي، لكنها بتلاقيها اختفت فجأة. وبيجي الليل وبتروح عطية مع اسرتها لافتتاح المعرض، وبيكون موجود هناك أوزان ووالده، وبيكونوا كلهم مبهورين من الرسومات بتاعت عطية. وبنلاحظ ان عطية رسمة نفس الرمز الغريب في معظم اللوحات بتاعتها. وفي الاثناء دي عطية بتشوف الست العجوزة تاني، وبيحصل بينهم اتصال بصري، وبعدها الست العجوزة دي بتخرج بره، فعطية بتخرج وراها علشان تتكلم معاها وتعرف هي مين، لكنها بتلاقيها برضه اختفت. وفي نفس الوقت بنروح لموقع اثري اسمه جيوبيكيلي، وبنشوف مجموعة من المستكشفين موجودين جوه كهف جيوبيكيلي علشان ينقبوا عن الاثار، وبنعرف ان الكهف ده اقدم من الاهرامات المصرية بكتير. وفي الوقت ده بيشوف واحد من عمال التنقيب رمز شكله غريب على الجدران، فبسرعة بينادي على مستكشف الاثار إرهان، وبيوري إرهان الرمز ده. والصدمة هنا انه بيطلع نفس الرمز اللي عطية بترسمه. ولما إرهان بيشوف الرمز بيفهم ان في ممر ورا الجدار، وان اكيد في اثار موجودة. وبعدها بنشوف عطية نايمة وبتحلم بكابوس مرعب، فبتقوم من النوم مرعوبة. وبعدها بتفتح موبايلها وبتشوف خبر اكتشاف الآثار اللي موجودة في الكهف، وبتشوف كمان صورة الرمز اللي هي بترسمه موجودة على جدران الكهف. فطبعا عطية بتتفاجئ جدا لأن هي بترسم الرمز ده من وهي طفلة، وطبعا بتحس ان في سر غريب ورا الرمز ده، وعلشان كده بتقرر ان هي تروح للكهف بنفسها وتكتشف سر الرمز. وتاني يوم بنشوف عطية وهي بتستعد علشان تروح الكهف، ووقتها اختها بتدخل عليها وبتسألها هي رايحة فين، فبتحكي لها عطية حكاية الرمز. فطبعا اختها بتتريق على الموضوع وبتقول لها ان دي اكيد صدفة وملهاش لازمة ان هي تروح لهناك، لكن عطية بتقول لها ان هي مش هترتاح غير لما تعرف سر الرمز ده. وفي نفس الوقت ده بيقدر إرهان يدخل للممر اللي جوه الكهف، وبيفضل يستكشف في الممر لحد ما بيلاقي جدار مصنوع من شمع العسل، وصعب ان حد يكسر الجدار ده لانه صلب جدا. فبيقرر إرهان ان هو يبدأ من تاني يوم في تكسير الجدار، لان اكيد في ممر تاني وراه واكيد الاثار موجودة فيه. وبعد شوية بنشوف عطية في عربيتها وبتكون في طريقها للكهف، وفجأة بتظهر قدامها طفلة صغيرة، فعطية بتفرمل بسرعة وبتنزل تطمن على الطفلة وبتسألها لو هي كويسة، لكن الطفلة بتفضل تبص لها وما بتردش عليها. فبتلاحظ عطية ان في نجمة شكلها غريب على وشها، فبتسميها طفلة النجمة علشان تعرف تناديها. وبعد كده عطية بتقول لها ان هي رايحة للكهف وممكن توصلها في طريقها لو هي حابة. واول ما طفلة النجمة بتعرف ان هي رايحة للكهف بتروح بسرعة تركب العربية معاها علشان توصلها. وفي نص الطريق بتبدأ طفلة النجمة ان هي تخبط على العربية، فبتفهم عطية ان هي عاوزاها توقف العربية وتنزل هنا. فبينزلوا هما الاتنين من العربية وبيلاقوا نفسهم عند الكهف. وفي الوقت ده طفلة النجمة بتطلع تجري لوحدها، وبعدها بتروح عطية تقابل إرهان وبتوريه صورة الرمز اللي هي بترسمه، وبتقول له ان ده نفس الرمز اللي هو اكتشفه امبارح، وان هي حاسة ان في رابط بينها وبين الرمز ده. فبيسخر إرهان من كلامها، وبيقول لها ان هي ممكن تكون شافت الرمز ده قبل كده وهي صغيرة وعلشان كده رسمته. فبتقول له عطية ان هي محتاجة تشوف الرمز بنفسها علشان ترتاح، ولكن إرهان بيرفض لان دي منطقة اثرية ومش مسموح لاي حد يدخلها من غير تصريح. وبعد شوية بتوصل عطية الفندق وبتكلم حبيبها في التليفون وبتعتذر له ان هي مشيت فجأة من غير ما تقول له، وبتقول له ان هي هترتاح النهاردة في الفندق لان هي مش قادرة تسوق وهترجع للبيت تاني يوم الصبح. وبعدها بتسمع عطية باب الأوضة بيخبط فبتروح تفتح، فبتتفاجئ بطفلة النجمة قدامها وبتفضل تشد في عطية علشان تروح معاها للكهف. فبتضطر عطية ان هي تروح معاها، وبيروحوا الاتنين للكهف وبنعرف انهم استغلوا انشغال العمال ودخلوا من غير ما حد ياخد باله، وبيفضلوا ماشيين هما الاتنين في الكهف ده. ووقتها عطية بتشوف قدامها احجار بنفسجية شكلها غريب، وعلى الناحية التانية بيروح واحد من عمال التنقيب يقول لإرهان انهم لقوا شنطة غريبة قدام الكهف، وواضح ان في حد اتسلل من وراهم. فبسرعة إرهان بيدخل الكهف وبيلاقي عطية فبيخرجها بره. فعطية بتقول له ان في طفلة موجودة جوه الكهف عند الاحجار البنفسجية ولازم ينقذوها.
ياخدوها. فإرهان بيستهزأ بكلامها لأن مفيش أحجار بنفسجية أساسا جوه الكهف، وبيأمرها تمشي بدل ما يطلب الشرطة. وتاني يوم بترجع عطية لبيتها وبتتفاجئ إن أوزان بيعرض عليها الجواز، فبتفرح عطية جدا وبتوافق. وبعد شوية الباب بيخبط وبتروح عطية تفتح وبتتفاجئ إن هو إرهان، وبيقول لها إن هي وقعت البطاقة بتاعتها في الكهف وقدر من خلالها إن هو يوصل لعنوان بيتها. وبيفاجئها إرهان إن هم لقوا طفلة النجمة اللي هي قالت لهم عليها، وبيقول لها إنهم امبارح هدموا الجدار ودخلوا الممر اللي وراه، وكمان لقوا صورة منقوشة على الجدار لطفلة النجمة اللي هي قالت لهم عليها. فطبعا عطية بتنصدم لأن هي شافت الأحجار دي قبل ما يدخلوا للممر اللي ورا الجدار، ولأن برضو الطفلة اللي هي شافتها كانت حقيقية وما كانتش مجرد نقش على الجدار. وتاني يوم عيلة أوزان بيزوروا عيلة عطية علشان يطلبوا إيد عطية لابنهم رسمي، وبتكون كل حاجة ماشية بشكل كويس لحد ما عطية بتشوف الست العجوزة وهي بتحدف نفسها من الشباك، فبتصرخ عطية وبتطلع تجري على الشباك لكنها مش بتلاقي حاجة. وطبعا الأهالي بينصدموا جدا من اللي هي عملته، فعطية بتكذب عليهم وبتقول لهم إن هي شافت طائر نادر جدا وعلشان كده صرخت. وبتفضل عطية تضحك على نفسها علشان ينسوا اللي هي عملته. وعلى الناحية التانية بيوصل إرهان للجامعة علشان يحضر المؤتمر اللي هيتكلم فيه عن استكشافه، وبنعرف إن إرهان طلب من عطية إن هي تحضر المؤتمر ده، وبيكون متضايق جدا إن هي لسه ما وصلتش. وفي الوقت ده بنشوف عطية مع أمها في العربية علشان يروحوا يشتروا فستان الفرح، وبتشوف عطية الطفلة قدامها تاني، فبتقرر عطية إن هي تروح المؤتمر علشان تتكلم مع إرهان في الحاجات الغريبة اللي بتشوفها. وبعد شوية بتوصل عطية للمؤتمر وإرهان بيطلب منها تشارك معاهم وتقول لهم الرمز بيمثل لها إيه، فبتقول له عطية إن الرمز ده بيمثل لها أسرار مدفونة من الماضي. وبعد المؤتمر إرهان بياخد عطية وبيعرفها على أونور، وده يبقى البروفيسور بتاع إرهان وبيعتبره قدوته. فبتحكي عطية لأونور عن الحاجات الغريبة اللي بتشوفها، فبيبان علامات القلق على أونور، وبيقول لها إن هو هيعمل شوية أبحاث علشان يوصل لتفسير منطقي. فعطية بتشكره وبتستعد علشان تمشي، لكن غصب عنها بتخبط في أوراق أونور وبتوقعها على الأرض. فبسرعة عطية بتنزل تلمها وبتعتذر، وبعدها بتروح لأتيليه أختها وبتفاجئها إن هي عاوزاها تصمم لها فستان فرحها بنفسها. فطبعا أختها بتفرح جدا وبتوعدها إن هي هتصمم لها فستان مختلف وجميل. وبعد شوية بنشوف إرهان مع حبيبته هنا وأونور في المطعم وبيتكلموا مع بعض عن الاستكشاف اللي وصلوا ليه. وبعد شوية بيطلب أونور من هنا إن هي تسيبهم لوحدهم شوية لأن هو محتاج يتكلم مع إرهان في موضوع خاص. وبيطلع أونور من معاه دفتر خاص بولد إرهان، وبيقول لإرهان إن هو كان مخبي الدفتر ده من يوم وفاة والده لأن هو فيه أسرار خطيرة، لكن ده الوقت المناسب علشان يقرأ الكلام اللي فيه. وبنعرف إن والد إرهان كان مستكشف آثار وكان الصديق المقرب لأونور. وبعدها أونور بيفتح الدفتر وبيوري لإرهان صورة طفلة النجمة اللي مرسومة على جدران الكهف، فبيتفاجئ إرهان جدا وبيكون مش فاهم هو ازاي والده رسم صورة الطفلة دي قبل ما يكتشف صورتها على الجدار، ولكن ده معناه ان والد إرهان وصل للممر السري اللي في الكهف قبلهم. وفي نفس الوقت ده بتكون عطية واهلها في بيت عيلة أوزان وبيكونوا بيتفقوا على ترتيبات الفرح. وفي الوقت ده عطية بتسمع اصوات غريبة في دماغها، فبتستأذن وبتروح الحمام وبتحاول تهدي نفسها، لكن الاصوات دي بتفضل تعلى وبيطلبوا منها تروح لأوضة معينة في البيت. فبتروح عطية للأوضة دي وبتلاقي تابوت فيها، ولما بتفتحه وبتشوف نفسها جوه التابوت فطبعا عطية بتصرخ وبتطلع تجري. فبسرعة الأسرتين بيروحوا يشوفوها، فبتحكي لهم عطية على اللي حصل. ولما بتدخل الأوضة تاني علشان تثبت لهم كلامها بتلاقي التابوت اختفى، فبيجي العطية انهيار عصبي وبتفقد الوعي وبتتنقل للمستشفى. ومن حسن الحظ ان حالتها الصحية بتكون مستقرة وما عندهاش اي مشاكل عضوية، فالأطباء بيقرروا يعرضوها على طبيبة نفسية. وفي الوقت ده بنشوف إرهان بيقرا في دفتر أبوه، وفجأة بيشوف كلام مكتوب جوه الدفتر، وبيكون مكتوب بحبر سري مش بيظهر غير في الضلمة، وبيكون مكتوب فيه اسم عطية واسم زهرة. وتاني يوم بيتصل إرهان على عطية علشان يحكي لها اللي حصل، لكن أختها بترد عليه وبتقول له إن عطية محجوزة في المستشفى ومش هتقدر تكلم حد. وبعدها بنشوف عطية قاعدة مع الطبيبة النفسية وبتشخصها الطبيبة إن هي مصابة بالانفصام. وبعد شوية بيوصل إرهان للمستشفى وبيتكلم مع عطية على انفراد، وبيحكي لها إن والده كان كاتب اسمها في الدفتر بتاعه وكان كاتب اسم زهرة، وبيقول لها إن والده شاف صورة الطفلة اللي هي بتشوفها وممكن يكون في رابط مشترك بينهم. وبيقول لها كمان إن هو محتاج مساعدتها علشان يوصل لتفسير منطقي للي بيحصل، لكن عطية بتكون أعصابها تعبانة جدا ومش قادرة تفكر حتى، وبتطلب منه يمشي. وفي الوقت ده بيكون والد أوزان بيتفرج على صورة الطفلة اللي مرسومة في الكهف، وبيكون واضح إن هو مخبي أسرار كتيرة. وبالليل بنشوف عطية في بيتها وبتفضل تفكر في كلام إرهان لحد ما بتفتكر إن هي شافت اسم زهرة في الورق بتاع أونور، فبسرعة بتتصل على إرهان وبتبلغه بالمعلومة دي. فبيتحرك إرهان على مكتب أونور وبياخد الأوراق بتاعته وبينزل الجراج وبيكلم عطية وبيقول
وبيقول لها ان هو بعت لها صورة ست عجوزة لقاها في وسط اوراق اونور، وبيسألها لو دي الست العجوزة اللي هي بتشوفها، فبتقول له عطية ان دي الست فعلا. وفي اللحظة دي بيظهر شخص غريب من ورا إرهان وبيضربه وبيسرق دفتر والده والاوراق وبيهرب. وطبعا عطية بتسمع اللي حصل فبتروح بسرعة علشان تنقذه، ولما بتوصل عنده بتلاقيه واقع على الارض فبتفوقه بسرعة. وبيقول لها إرهان ان في شخص سرق دفتر والده والاوراق اللي معاه، وده معناه ان في حد عارف معلومات عن الموضوع، ولكنه بيقول لها ان صورة الست العجوزة لسه معاه ومكتوب عنوان بيتها في ظهر الصورة. والمفاجأة ان الست دي بيكون اسمها زهرة. وبعد شوية بيوصلوا لعنوان بيت زهرة، لكنهم بيتفاجئوا ان في راجل غريب ساكن في البيت بتاعها، فبيسألوه عن زهرة، فبيقول لهم الراجل ده ان هي مش ساكنة هنا. وبعدها بيدخل بيته وبيقفل الباب. وفي الوقت ده بتسمع عطية اصوات غريبة في دماغها، والاصوات دي بتقول لها ان زهرة موجودة في البيت ده. فبتقرر عطية ان هي تدخل البيت من الباب الخلفي، لكن إرهان مش بيلحق يدخل معاها لانه بيسمع صوت صاحب البيت وهو خارج. فبيحاول إرهان يشتت انتباهه لحد ما عطية تخرج. وفي الوقت ده بتدخل عطية البيت وبتتفاجئ بوجود زهرة قدامها، واللي بتطلع ست كفيفة. وبتفاجئها زهرة ان هي تبقى جدتها وان هي مستنياها من زمان. وبعدها زهرة بتطلب منها تمشي دلوقتي قبل ما حد يشوفها، وبتوعدها انهم هيتقابلوا تاني. فبتخرج عطية من البيت وبتركب العربية مع إرهان، وبتقول له ان هي متفاجئة جدا ان زهرة تبقى جدتها، وده لان اهلها فهموها ان جدتها ماتت قبل ما هي تتولد. وبعد شوية بتوصل عطية للبيت وبتواجه امها بحقيقة ان جدتها لسه عايشة. فامها بتقول لها ان هي دفنت جدتها بنفسها، وان هي بتتوهم مش اكتر لان هي مصابة بالانفصام. فعطية بتتعصب عليها وبتقول لها ان هي هتاخدها بكرة لبيت زهرة علشان تثبت لها ان هي مش بتتوهم ولا حاجة. وتاني يوم بتروح عطية مع اهلها للبيت اللي جدتها عايشة فيه، وبتنصدم عطية لما ما بتلاقيش جدتها وبتنهار تماما، وبتصدق كلام اهلها ان هي مريضة نفسية، وبتقرر ان هي تروح للدكتورة النفسية علشان تتعالج. وفي نفس الوقت بنشوف إرهان وهو بيفتش في اوراق والده، وبيلاحظ ان في نجمة مرسومة على جبهة الطفلة اللي شاف صورتها في الكهف، وبيحس ان النجمة دي وراها سر كبير. وبالليل بيروح إرهان يقابل عطية وبيقول لها ان هو محتاج مساعدتها علشان يوصلوا للحقيقة، ولكن عطية بترفض وبتقوله ان هي مريضة عقليا وبتتخيل حاجات مش موجودة، وان هي عاوزة تبعد عن الاحداث دي علشان تقدر تعالج نفسها. وبعد شوية بيوصل إرهان للموقع الاثري، وبيدخل اوضة والده القديمة اللي في الموقع علشان يدور على اي حاجة توصله للحقيقة، لكنه مش بيلاقي حاجة. وعلى الناحية التانية بنشوف الراجل اللي سرق الاوراق والدفتر من إرهان، وبيكون بيسلمها لوالد أوزان، لكن والد أوزان بيلاحظ ان في اوراق ناقصة فبيتعصب وبيأمره يدور على الاوراق الناقصة ويجيبها في اسرع وقت. وبعدها بنشوف إرهان بيحكي لجلال مساعد والده القديم عن الدفتر بتاع والده، وبيقول له ان والده سلم الدفتر ده لأونور قبل ما يموت. فجلال بيستغرب جدا، وده لان أونور ووالد إرهان كان في بينهم مشاكل كتير وكانوا متخاصمين. فبيسألوا إرهان عن سبب المشكلة اللي كانت بينهم، فبيقول له جلال ان في يوم أونور كان رايح للموقع الأثري مع الممولين واللي كانوا هيساعدوهم في إصدار تصريح الحفر في الكهف، لكن قبلها ظهرت ست عجوزة وكفيفة وراحت تقابل والد إرهان وقالت له حاجة معينة وخلته يغير رأيه ويوقف مشروع التنقيب عن الآثار اللي في الكهف. وبسبب اللي هو عمله ده المشروع اتوقف لمدة سنين. هو بيقول له كمان ان حارس الامن القديم شاف الست العجوزة دي. وبعد شوية بيخرج إرهان يقعد بره، ووقتها بيشوف شخص غريب بيجري بره الموقع، وبيقدر ان هو يشوف شكله وبيعرف ان ده نفس الشخص اللي سرق منه الدفتر والاوراق. وتاني يوم بيقدر جلال ان هو يوصل لعنوان حارس الامن، وبيروح هو وإرهان يقابلوه، وبيحكي لهم الحارس ان الست العجوزة دي عالجت مراته من مرض خطير، وان هي ست غريبة جدا زي ما تكون ساحرة، لكنه ما يعرفش مكانها لحد النهاردة. فبيخرج إرهان من بيت حارس الامن، ووقتها بتيجي زوجة الحارس وبتقول لإرهان ان هو هيلاقي زهرة قاعدة في البيت اللي جنب الجامع. فبيروح إرهان على هناك، وبيتضح ان هو نفس البيت اللي عطية شافت فيه جدتها. فبيهجم إرهان على صاحب البيت وبيأمره يقول له مكان زهرة. ونفس الليلة دي بتكون ليلة زفاف عطية على أوزان، وبنشوف عطية وهي بتجهز في أوضتها علشان تنزل الفرح، لكن وقتها بيدخل عليها إرهان ومعاه زهرة. فبتفرح عطية وبتقرر تهرب معاهم علشان تكتشف الحقيقة. ولما أبو عطية بيطلع يشوف بنته جهزت ولا لا بيتفاجئ ان هي مش موجودة، وبتكون سايبه لهم رسالة بتعتذر لهم فيها لان هي مش هتقدر تتجوز لان هي عندها اهداف تانية. وطبعا اهل عطية بينصدموا جدا من اللي هي عملته، وبيفضلوا يدوروا عليها في كل مكان لكنهم مش بيلاقوها. والمشكلة هنا ان والد أوزان رجل اعمال مشهور جدا في تركيا، والاخبار كلها اصبحت بتتكلم عن هروب عروسة ابنه. فبيطلع والد أوزان في مؤتمر صحفي وبيكذب الخبر، وبيقول للصحفيين ان عطية جالها مرض خطير واضطروا ان هم يأجلوا الفرح، وبيأكد لهم ان هي نايمة في بيتها، لكن الاطباء طلبوا منها ما تتحركش من السرير لحد ما تخف. وبعدها بيجي
وبيجي واحد من رجالة والد أوزان وبيبلغوا ان كاميرات المراقبة رصدت عطية وهي بتهرب مع إرهام في العربية. فوالد أوزان بيأمره يتتبع العربية لحد ما يوصل لهم. وتاني يوم بتوصل عطية مع إرهان وجدتها لمحل ملابس علشان تشتري هدوم جديدة تلبسها بدل فستان الفرح، وبعدها بتروح عطية معاهم لمطعم وبيقعدوا يتغدوا سوا. وبتحاول عطية تعرف أي معلومات من جدتها عن الكهف، لكن جدتها بتفضل تقول كلام غريب ومش مفهوم ومحدش بيطلع منها بمعلومة مفيدة. فإرهان بيتضايق وبيقوم يمشي، فعطية بتروح وراه وبتطلب منه يصبر شوية لأن هي ست كبيرة وأكيد سنها هو اللي عامل كده. وبعد شوية بيروحوا كلهم يركبوا العربية سوا. فزهرة بتطلب منهم ياخدوها لغابة معينة، ولما بيوصلوا للغابة بتكون عطية نايمة فبيسيبوها في العربية. وبتنزل زهرة مع إرهان للغابة، ووقتها بتبتسم زهرة وبتقول لإرهان إن هي سمع صوت الأرض وهي بتكلمها. وبعدها زهرة بتمسك إيد إرهان وبتحطها على الأرض. وفي اللحظة دي بيشوف إرهان ذكرى من الماضي عن الحادثة اللي أسرته ماتوا فيها، وبينصدم لما بيشوف حقيقة اللي حصل لأسرته، لأن هو كان فاكر إن هم ماتوا في حادثة، لكن الحقيقة كانت عكس كده. وده لأن كان في شخص غريب هو السبب في موتهم. وبيكون إرهان مش عارف يصدق الذكرى اللي شافها دي ولا لا. وبعدها بيرجعوا يركبوا العربية، وزهرة بتطلب من إرهان ياخدها لمدينة معينة. ولما بيوصلوا للمدينة دي كل السكان بيروحوا يتجمعوا حوالين زهرة وكلهم بيبوسوا ايديها، وبيكون واضح ان زهرة ساعدتهم كتير وبيعتبروها شخص مقدس عندهم. وعلى الناحية التانية بنشوف شانسو بتتخانق مع أوزان لان هو طول الوقت بيكلمها عن اختها ولسه بيحبها رغم كل اللي عملته فيه. وبيفهم أوزان من كلام شانسو ان هي معجبة بيه من زمان، فبيقرب منها وبيحصل بينهم علاقة. وبيجي الليل وبنشوف عطية وإرهان وزهرة مخيمين فوق الجبل. وبتصحى عطية من النوم ومش بتلاقي جدتها، فبتروح تدور عليها في كل مكان. وفي نفس الوقت بنشوف شخص غريب بيفتش في شنطة إرهان، فبسرعة إرهان بيهجم عليه لكن الشخص بيقدر يهرب. وفي نفس اللحظة بيوصل ولد عطية عند مراته، وبيكون جايب معاه لقطات من كاميرات المراقبة اللي قدام بيت زهرة. وبيظهر في اللقطات دي صور لزهرة وهي خارجة من البيت. وبيتخانق ولد عطية مع مراته لأن هي زورت موت أمها طول السنين اللي فاتت، وبيسألها هي ليه عملت كده، فبتقوله إن أمها كانت بتأذي كل الناس اللي حواليها وهي السبب في موت أبوها وأختها، وكان لازم تزور موت أمها علشان تبعدها عن بناتها وتحميهم من شرها. وبتعترف له إن هي اتفقت مع الراجل صاحب البيت اللي زهرة عايشة فيه على إن هو يخفيها عن الأنظار. وفي نفس الوقت ده بتوصل عطية عند جدتها زهرة، وبتلاقيها واقفة لوحدها بتبص للشمس ومبسوطة جدا. وبتطلب زهرة من حفيدتها إن هي تكمل في اللي بدأت فيه وما تستسلمش. وبعدها بتموت زهرة. وفي نفس اللحظة دي طفلة النجمة بتظهر قدام عطية تاني، فعطية بتمشي وراها لحد ما بيدخلوا الكهف غريب هما الاتنين. وفجأة الصخور بتقع عند مدخل الكهف وبيتقفل عليهم. وبعد شوية بيكتشف إرهان اختفاء عطية، وكمان بيلاقي جثة زهرة، فبسرعة بيبلغ الشرطة. وبتوصل الشرطة عند الكهف، وإرهان بيكون متأكد إن عطية دخلت الكهف. وطبعا الخبر بيوصل لأهل عطية، فبسرعة بيروحوا عند الكهف علشان يدوروا على بنتهم. وبنعرف إن الكهف ده اسمه النمرود، وإن هو من أهم المناطق الأثرية في تركيا وعمره آلاف السنين. وفي الوقت ده عطية بتكون في الكهف لوحدها، وبتكون مرعوبة ومش فاهمة أي حاجة بتحصل، وبتترعب أكتر لما بتشوف تعبان قدامها. لكن الغريب إن التعبان مش بيقرب منها وبيكون ماشي في اتجاه معين، فبتقرر عطية إن هي تمشي وراه لحد ما فجأة بتظهر قدامها بنت غريبة، وبتطلب منها ما تستسلمش وتكمل في طريقها. فعطية بتسمع كلامها وبتفضل ماشية في الكهف. وفجأة بتشوف عطية قدامها ذكرى قديمة ليها هي والدتها وقت لما كانت لسه رضيعة. وبتكون عطية سعيدة جدا بالذكرى دي لأن هي بتفكرها بأيام الطفولة، لكن سعادتها بتتحول لحزن لما بتشوف أمها وهي بتشتمها وبتقول لها إن هي ما بتحبهاش. فطبعا عطية بتنصدم من تصرف أمها وبتكون مش فاهمة هي ليه قالت لها الكلام ده. وبره الكهف في الوقت ده بنشوف شانسو قاعدة مع أمها، وبتسألها شانسو عن زهرة، لكن والدتها ما بترضاش تقول لها حاجة. فبتحس شانسو إن أمها ما بتحبهاش، وده لأن هي متبناه ومش بنتها الحقيقية. وفي نفس اللحظة الشرطة بتقبض على إرهان وبيحبسوه في خيمة لأن هو السبب في اختفاء عطية. وطبعا إرهان بيكون متعصب جدا وعاوزهم يسيبوه لأن هو الوحيد اللي هيقدر يساعد عطية. وعلى الناحية التانية الشرطة بتفشل في حفر الكهف بسبب صلابة الصخور، فبيقرروا إنهم يزرعوا ديناميت في الأرض وحوالين الكهف علشان يفجروا الصخور، لكن الموضوع ده هياخد وقت شوية. ولما خبر التفجير ده بيوصل لإرهان بيتعصب لأن عطية ممكن تموت بسبب الانهيار الصخري، فبيقول للضابط المسؤول عن التفجير إن الكهف ده من الآثار التاريخية ولو اتدمر ممكن مستقبله المهني يتدمر، وده غير إنها يتسبب في موت إنسانة بريئة. لكن الضابط ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بنشوف شانسو بتتخانق مع أوزان وبتقوله إن هي حاسة بتأنيب الضمير ناحية أختها وإن هي هتعترف باللي حصل بينهم أول ما تخرج بره الكهف.
فأوزان بيهددها ان هو هيأذيها لو قالت اي حاجة، لكن شانسو ما بتهتمش بكلامه. وفي نفس اللحظة إرهان بيستغل انشغال الشرطة وبيهرب من الخيمة، وبيروح يقابل شانسو وبياخدها في مكان بعيد، وبيقول لها انهم لازم ينقذوا اختها قبل ما يفجروا الكهف. وبيستعمل إرهان موبايلها وبيتصل على أونور، وبيطلب منه يبعت له خريطة لممرات كهف النمرود علشان يحاول يتوقع مكان الممر اللي عطية موجودة فيه، ويبدأ يحفر في الممر ده. وفي الوقت ده بتكون عطية بتشوف ذكرى ليها هي واختها شانسو لما كانوا اطفال، وبتكون عطية غيرانة من اهتمام اهلها الزيادة بشانسو، وبتجرحها بالكلام وبتقول لها ان هي متبناه. وطبعا عطية بتحس بتأنيب الضمير لما بتشوف الذكرى دي، وفجأة البنت الغريبة بتظهر لها تاني. فعطية بتقول لها ان الذكريات دي بتضايقها وان هي مش عاوزة تشوفها تاني، لكن البنت بتقول لها ان هي لازم تواجه كل الذكريات اللي بتضايقها وبتخوفها علشان تتخلص من الضلمة اللي جواها وتكون صافية من جوه. وده لان عطية عندها طاقة روحانية كبيرة، والطاقة دي مش هتظهر غير لما تتخلص من كل المشاعر السلبية اللي جواها. ومرة واحدة بتفوق عطية من النوم، وبيتضح ان كل اللي حصل ده كان رؤية شافتها وهي نايمة. وفي نفس اللحظة بنشوف شانسو وإرهان وهم بيحفروا عند ممر معين، وبيكونوا متوقعين ان عطية موجودة فيه، لكن فجأة بيسمعوا صوت الانفجار، فبيفهموا ان الشرطة عملت اللي في دماغها وفجروا الكهف. لكن الغريب ان الانفجار ده مش بيأثر في الكهف وما بيحصلش اي حاجة. وبنرجع تاني للكهف وبتشوف عطية رؤية تانية، وبتلاقي تابوتين قدامها مرسوم عليهم الرمز. وفجأة زهرة بتظهر قدامها وبتقول لها ان هي بقت مؤهلة دلوقتي علشان تكون زيها بعد ما واجهت كل مخاوفها وتخلصت من الضلمة اللي جواها. وبتديها زهرة السلسلة بتاعتها وبتطلب منها ما تقلعهاش ابدا. وبنفهم هنا ان عطية انسانة روحانية، بمعنى ان هي بتقدر تتواصل مع عالم الاحياء والاموات. ده غير ان هي بتشوف احداث في المستقبل، والدليل على ده الصخور البنفسجية اللي هي شافتها قبل ما يكتشفوا وجودها اصلا. وبعد شوية بتطلع عطية على سطح الارض بشكل مفاجئ، وبيروح إرهان يساعدها بسرعة ويطمن عليها. فبتشكره عطية على مساعدته ليها، وبتقول له ان هي لازم ترجع مع اهلها دلوقتي. فبيسألها إرهان ايه اللي حصل في الكهف، فعطية ما بترضاش تحكي له، وبتقول له ان هدفها دلوقتي ان هي تعرف معنى وجودها في الحياة. وبعد شوية بيرجع إرهان للبيت، وبيفضل يفتش في حاجات ابوه لحد ما بيلاقي مذكراته. ولما بيقراها بيكتشف ان كان في راجل غريب بيراقب ابوه، وان هو حاول يأذيه اكتر من مرة. فبيتصل إرهان على أونور وبيسأله مين الراجل اللي كان بيراقب ابوه وعاوز يتخلص منه. فبيقول له أونور ان الراجل ده مجهول الهوية، لكن هو اللي قتل والده ووالدته واخته الرضيعة. فوقتها بيفتكر إرهان الذكرى اللي زهرة اجبرته يشوفها لما كانوا في الغابة، وبيتضح هنا ان الذكرى دي كانت حقيقية. وبعدها إرهان بيشوف شريط تسجيل بتاع ابوه، ولما بيشغله بيسمع كلام بلغة مش مفهومة. فبيروح إرهان لواحد عجوز من معارفه وبيطلب منه يترجم له الكلام اللي في الشريط. فالراجل بيقول له ان الكلام ده عبارة عن ارقام مكتوبة باللغة السريانية، والارقام دي هي 18 و53 و6 و83. وبعد شوية بيرجع إرهان لبيته وبيلاقي الشرطة عنده، وبيقولوا له ان مطلوب القبض عليه بتهمة سرقة اثار من موقع اثري. وبعدها بتعرف عطية ان إرهان اتقبض عليه، فبتروح تزوره في القسم وبتطلب منه يهدى وما يقلقش، وبتوعده ان هي هتخرجه من هنا. فإرهان بيطلب منها تساعده وتعرف مين اللي قتل أسرته. وفي نفس الوقت ده بيكون أوزان قاعد مع أبوه، وبيأمره أبوه إن هو يرجع لعطية تاني، لكن أوزان بيقول له إن هو مش هيقدر يرجع لها لأن هي هربت يوم فرحهم. فوقتها أبو أوزان بيتعصب عليه وبيقول له إن هو لازم يرجع لها بأي شكل. فبيستغرب أوزان جدا من إصرار أبوه إن هو يرجع لها، وبيضطر يوافق على طلبه. وفي الوقت ده بتروح عطية تزور والدها وبتطلب مساعدته علشان يعرفوا مين اللي قتل أسرة إرهان، لكن أبوها بيرفض يساعدها لأن هو مش بيرتاح للشاب ده أصلا. وفي الوقت ده بنشوف إرهان قاعد في الزنزانة وبيردد الأرقام اللي سجلها في الورقة، وبيستغرب إرهان لما بيلاقي السجين اللي جنبه بيقرأ آيات قرآنية بصوت عالي. وفي نفس الوقت بيروح أوزان يزور عطية وبيقول لها إن هو عاوز يرجع لها، لكن عطية بتقول له إن مشاعرها تجاهه اتغيرت وإن هي بقى عندها أهداف تانية غير الجواز. وبيجي الليل وبيصحى إرهان على صوت السجين اللي جنبه وهو بيقرأ قرآن. فإرهان بيسأله هو ليه بيقرأ الآيات دي من القرآن، فالسجين بيقول له ان هو بيقرأ له الايات اللي ارقامها مكتوبة في الورقة بتاعته. فإرهان بيستوعب ان الارقام دي بتدل على ايات في القرآن، وبيسأله هي الارقام دي في اي سورة. فالسجين بيقول له ان رقم 53 المقصود بيه سورة النجم، ورقم 16 هو رقم الآية وبتتكلم عن سدرة المنتهى، ورقم 83 المقصود بيها سورة المطففين، والآية رقم 6 بتتكلم عن البعث بعد الموت. فبيفضل إرهان يفكر في معنى الآيات، وبيوصل لان الموقع الأثري جيوبيكيلي كان اول معبد اتبنى
في تاريخ البشر، والناس كانوا بيؤمنوا ان المعبد ده هو المكان اللي الاحياء والاموات بيتبادلوا فيه اماكنهم. وفي اللحظه دي بيجي واحد من الضباط يبلغ إرهان ان تم الافراج عنه، وبيكتشف إرهان ان هنا حبيبته دفعت له الكفاله. وعلى الناحيه التانيه بنشوف عطيه بتعمل ابحاث عن مقتل اسره إرهان، وبتقدر توصل لشاهد قال ان موت اسره إرهان كان مجرد حادثه عربيه. فبتروح عطيه تقابل الشاهد ده وبتحاول تعرف منه اي معلومه، لكنه ما بيرضاش يقول لها حاجه وبيكون خايف منها. فعطيه بتحط ايديها عليه علشان تطمنه، وبمجرد ما بتلمسه ايديها بتشوف ذكرى قديمه عن الحادثه، وبتكتشف ان اخت إرهان نجت من الحادثه دي. فبسرعه بتروح عطيه تبلغ إرهان ان اخته لسه عايشه، وإرهان ما بيكونش مصدق نفسه لان هو شاف اخته الصغيره وهي بتدفن. وبالليل بترجع عطيه لبيتها وبتلاقي اختها مستنياها، وبتقولها ان هي عاوزه تعترف لها بحاجه مهمه، لكن شانسو بتطلب منها الاول ان هي تبص على صورهم وهم صغيرين علشان تفتكر ذكرياتهم الحلوه اللي هم عاشوها سوا. فبتبص عطيه على الصور وبتشوف صوره شانسو في اول مره جت عندهم البيت، وبتنصدم لما بتكتشف ان شانسو تبقى هي اخت إرهان، وده لان هي شافت شكلها في الذكرى. وعلى الناحيه التانيه بنشوف إرهان بينبش في قبر اخته، وبينصدم لما بيلاقي لعبه مدفونه مكان اخته، وبيكتشف ان كلام عطيه كان صح. وبعد شويه بتوصل عطيه عند ابوها وبتقول له ان هي اكتشفت ان شانسو تبقى اخت إرهان، وبتطلب منه يحكي لها ايه اللي حصل بالظبط يوم ما دخل عليهم البيت بشانسو وقال لهم ان هو اتبناها من الملجأ. فبيعترف ابوها ان هو زمان كان شغال ضابط شرطه، وان هو كان موجود في موقع الجريمه اللي اهل إرهان ماتوا فيها، واكتشف ان المسؤولين عن التحقيق قرروا يزوروا في حادثه موتهم ويظهروا ان هم ماتوا في حادثه عربيه. وطبعا ابو عطيه كان معترض على الكلام ده وكان عاوز يكشف حقيقه موتهم، لكن المسؤولين عن التحقيق هددوه ان هم هيقتلوا اسرته لو كشف الحقيقه. فاضطر والدها ان هو يسكت، وبعدها راح اتمشى في الغابه وشاف اخت إرهان لوحدها بين الاشجار. فقرر في اللحظه دي ان هو يتبناها وسماها شانسو، وده لانه كان عارف انهم هيقتلوها لو عرفوا ان هي لسه عايشه. فطبعا عطيه بتنصدم وبتكون مش عارفه هي المفروض تعترف بالحقيقه دي لاختها ولا لا. وتاني يوم بتروح عطيه تقابل اوزان في مطعم علشان يتكلموا مع بعض في موضوع علاقتهم، وبتقول له عطيه ان هي مش هتقدر تكمل معاه لان هما مش شبه بعض في اي حاجه. وبعد شويه بتستاذن وبتروح الحمام، وبتكون سايبه الموبايل بتاعها على الترابيزه. وفي الوقت ده بيجي لها رساله من اختها، فبيفتح اوزان الرساله وبيلاقي شانسو مصوره فيديو لنفسها وهي بتعترف لاختها ان هي خانتها مع اوزان. فبسرعه اوزان بيمسح الفيديو قبل ما عطيه تشوفه، وبعدها بترجع عطيه تاني وبتقول لاوزان ان هي هتنفصل عنه وبتسيب له دبلتها وبتمشي. وبعدها بتروح عطيه تقابل إرهان في بيته وبتحاول تعترف له ان شانسو تبقى اخته لكنها ما بتقدرش، وبتعرف منه عطيه موضوع الايات القرانيه اللي والده كان كاتبها. فبيروحوا هما الاتنين يفتحوا مصحف والده علشان يحاولوا يفسروا الموضوع بشكل منطقي، وبيتفاجئوا ان في علبه شكلها غريب جنب مصحف والده، لكن العلبه دي ما بتتفتحش غير برقم معين. وفي الوقت ده بيرجع اوزان للبيت وبيفضل يشرب كتير، وبيعترف لابوه ان عطيه سابته وان هو عمل علاقه مع اختها شانسو وان هي عاوزه تفضحه. فابوه بيتخانق معاه وبيفضل يجلده بالحزام، وبيأمره يروح لشانسو ويقنعها باي طريقه ان هي تتراجع عن اللي في دماغها. وبيجي الليل وبنشوف عطيه وإرهان بيقربوا من بعض وكل واحد بيعترف للتاني بحبه. وتاني يوم بنشوف إرهان بيتأمل في عطيه وهي نايمه، وبيلاحظ ان في نجمه غريبه موجوده على رقبتها، ودي كانت نفس النجمه اللي موجوده على جبهه الطفله اللي عطيه شافتها. فإرهان بيسألها لو في حد في اسرتها عنده نفس علامه النجمه دي، فعطيه بتقول له ان هي ما تعرفش. وبعدها إرهان بيروح يلبس علشان ينزل ويروح القسم علشان يعمل بلاغ باختفاء اخته طول السنين اللي فاتت دي، لكن عطيه بتوقفه وبتعترف له ان شانسو تبقى اخته. وعلى الناحيه التانيه بيروح اوزان يزور شانسو وبيهددها ان هو هيأذيها لو اعترفت لاختها باي حاجه، لكن شانسو بتقول له ان هي مش خايفه. فبيتعصب اوزان عليها وبيزقها على الحيطه، وبيكون في مسمار في الحيطه وبيدخل في راسها وبتنزف بشكل خطير. فبيترعب اوزان وبيفكر ان هو قتلها، وبيهرب بسرعه بره البيت وبيروح يقول لابوه على اللي هو عمله. وبعد شويه عطيه وإرهان بيوصلوا عند شانسو وبينصدموا لما بيلاقوها ميته على الارض، وكمان بيشوفوا دبلة عطيه جنب الجثه. فبيفهموا ان في حد عاوز يلفق لها التهمه. وفي اللحظه دي بيسمعوا صوت الشرطه، فبسرعه بيهربوا هما الاتنين من البيت. وبيقرر إرهان ان هو يخبي عطيه عند اونور لحد ما يعرفوا هيتصرفوا ازاي في الورطه دي. وفي الوقت ده والد اوزان بيروح يقول لابنه ان هو ظبط كل حاجه ومحدش هيقدر يكتشف ان هو اللي قتل شانسو. وبنروح لاسم الشرطه وبنشوف والد ووالده عطيه موجودين هناك، وبيقول لهم الضابط ان عطيه متهمه في قتل اختها، وده لانهم شافوا فيديو مسجل لشانسو وهي بتعترف لاختها ان هي خانتها مع حبيبها، واكيد ده الدافع اللي خلاها تقتل شانسو. وبعد شويه بيجي اتصال لعطيه من والدتها وبتروح تقابلها، وبتعترف لها والدتها ان زهره جدتها مولوده بهبه الهيه، والهبه دي اتورثت لكل نسلها.
لها، وان هي حاولت كتير ان هي تحافظ على الهبة دي لكنها ما قدرتش، وفي الاخر اتجننت زي جدتها وقتلت اختها. فعطية بتعيط وبتحلف لها ان هي ما قتلتش اختها، ولكن والدتها مش بتصدقها. وفي اللحظة دي عربيات الشرطة بتحاوط عطية علشان يقبضوا عليها، وبتفهم وقتها عطية ان امها بلغت عنها، وبتقرب والدة عطية من بنتها وبتحضنها، وبتشوف وقتها ذكرى لبنتها لما دخلت لشقة شمس ولقيتها ميتة، فبتستوعب ان بنتها بريئة. وبيتضح هنا ان والدة عطية ورثت هي كمان الهبة الالهية من امها زهرة. وبنرجع للماضي وبنشوف والد إرهان، وبيكون بيستكشف كهف جيوبيكيلي وبيشوف حواليه الأحجار البنفسجية بتنور، فبيكسر واحد من الممرات اللي موجودة داخل الكهف، وبينبهر لما بيشوف اللي جوه الممر ده. فبيرجع بسرعة للبيت وبيتصل على أونور وبيطلب منه يتواصل مع الممولين علشان يدوهم تصريح الحفر في الكهف. لكن وقتها زهرة بتظهر من وراه وبتطلب منه يوقف كل اللي بيعمله، لأن القدر عاوز ابنه هو اللي يكون مستكشف للكهف ده. وبتقوله إن ابنه هيقابل بنت اسمها عطية في المستقبل، والبنت دي هتكون مفتاح الكهف وهي الوحيدة اللي هتقدر تتحكم فيه. وبعدها زهرة بتقطع الصفحات اللي هو كان كاتب فيها كل حاجة هو شافها في الكهف، وبتلمس وش والد إرهان وبتخليه يشوف كل حاجة هتحصل في المستقبل. وبيعرف ان هو هيتقتل هو ومراته، وان إرهان هيقابل عطية لما يكبر وهيكتشفوا اسرار الكهف سوا. وبنرجع للحاضر تاني وبنعرف ان الشرطة شخصت عطية على ان هي مريضة عقليا ودخلوها لمصحة نفسية. وبالليل بيرجع إرهان لبيته وبيلاقي حبيبته هنا مستنياه، وبتديله دفتر والده اللي اتسرق منه، وبتعترف له ان هي شغاله تبع العصابه اللي سرقوا منه دفتر والده. وفجاه هنا بتهجم عليه وبتوقعه على الارض، وبتأمره يجيب لها الصفحات اللي ناقصه من الدفتر بدل ما تخلص على عطيه. وبنرجع تاني لعطيه وهي في المصحه، ووقتها بتظهر قدامها نفس البنت اللي شافتها في الكهف، والبنت بتقول لها ان كل حاجه سيئه حصلت كانت هي السبب فيها. فعطيه بتقول لها ان هي عمرها ما تمنت ان اختها تموت. فالبنت بتطلب منها تركز وترجع بالذاكره شويه، فبتفتكر عطيه ان هي تمنت فعلا موت اختها ولكن لما كانوا اطفال. وطبعا عطيه بتنهار جدا وبتقول لها ان هي ما كانتش تقصد. فالبنت بتطلب منها تهدى وبتقول لها ان هي عندها هبه الهيه وتقدر ان هي تغير احداث الماضي والمستقبل، لكنها لازم تروح للمكان اللي تقدر من خلاله ان هي تتحكم في بوابات الزمن، وهتقدر ساعتها ان هي ترجع الاموات للحياه تاني. فبتفهم عطيه ان هي تقصد كهف جيوبيكيلي. وتاني يوم بتروح والدة عطيه تزورها في المصحه، وبتعترف لها والدتها ان زهرة كانت عندها قدرات كتير زي رؤية المستقبل وشفاء المرضى، وكان في ناس كتير مؤمنين ان هي معالجة روحانية وكانوا بيحطوها في مكانة خاصة، لكن كان في ناس تانيين مؤمنين ان هي مشعوذة او شيطانة. والناس دول هجموا عليهم في يوم وقتلوا زوج زهرة وتسببوا في عمى زهرة وحرقوا بنتها الصغيرة سهير. والمفاجأة ان بنتها الصغيرة دي هي طلعت طفلة النجمة واللي عطية دايما بتشوفها، يعني طفلة النجمة دي تبقى خالة عطية. وبتعترف لها والدتها ان هي كرهتها لما اتولدت لان هي شافت النجمة على رقبتها وخافت ان هي تكون زي زهرة. وبتقول لها كمان ان زهرة قالت ان عطية هتكون مميزة جدا لما تكبر. وبعدها بيخلص وقت الزيارة ووالدة عطية بتمشي، وفي الوقت ده عطية بتشوف شقوق في الحيطة، والشقوق دي بتوجهها لمكان خروج من المصحة. وعلى الناحية التانية بيروح إرهان يزور قبر اخته، وبيلاحظ ان ارقام يوم ميلاد شانسو نفس الارقام اللي اسمها في التسجيل. فإرهان بيكتب الارقام دي على العلبة بتاعت والده وبيلاقيها فتحت، وبيكون جوه العلبة دي باقي الصفحات اللي ناقصة من دفتر والده، وبيكون والده كاتب في الصفحات دي كل حاجة هتحصل في المستقبل، وده من خلال مدخل البعث اللي في الكهف. وبيكون مكتوب كمان ان عطية هي النور اللي هيخرج من الضلمة وان هي المستقبل. وفي اخر الرسالة والد إرهان بيوصي ابنه ان هو يحمي عطية من الناس اللي هتحاول تأذيها. وفي نفس الوقت بنشوف أوزان وهو بيلف الحبل حوالين رقبته علشان ينهي حياته، ولكن فجأة الحبل بيتقطع وبيقع أوزان على الارض، وبيحس أوزان ان في حاجة غريبة تحت الارض. فبيشيل السجادة وبيكتشف ان في قبو سري تحت الارض، فبينزل القبو ده وبيتفاجئ ان في صور كتير ليه هو وعطية. وبيتضح هنا ان والد أوزان كان بيراقب عطية من وقت طويل علشان يخليها تقرب من ابنه ويرتبطوا. وفي الوقت ده بتوصل عطية عند إرهان وبيتفاجئ جدا ان هي هربت من المصحة، فعطية بتطلب منه ياخدها للكهف علشان ترجع اختها للحياة. وبعدها بنشوف هنا ووالد أوزان واقفين مع بعض وبيتضح ان هي شغالة لحسابه، وبيطلب والد أوزان منها ان هي تجيب الصفحات المقطوعة من الدفتر في اسرع وقت.
فهنا بتقوله ان هي زرعت كاميرات مراقبة في بيت إرهان، وعرفت ان الصفحات معاه وان هو رايح للكهف مع عطية. وبعدها والد عطية بيروح لأوزان وبيوريه تسجيل لكاميرات المراقبة، واللي بيظهر فيه والد أوزان وهو بيخنق شانسو بعد ما أوزان زقها على المسمار، وبيتضح ان شانسو كانت لسه عايشة، لكن والد أوزان هو اللي قتلها وساب دبلة عطية جنب جثتها علشان يلفق لها التهمة. فبسرعة هما الاتنين بيبلغوا الشرطة وبيروحوا يقبضوا على والد أوزان. وبيجي الليل وبتوصل عطية وإرهان لمكان قريب من الكهف، وبيتفاجئوا ان هانا وصلت عندهم علشان تاخد باقي الصفحات. فإرهان بيشتت انتباهها لحد ما عطية تدخل الكهف، وفي الوقت ده عطية بتلمح قدامها طفلة النجمة اللي هي تبقى خالتها. فعطية بتمشي وراها لحد ما بيوصلوا للكهف هما الاتنين، وبتستخدم عطية خريطة الكهف وبتوصل لمدخل البعث، وبتلاقي اختها هناك. فعطية بتجري عليها وبتحضنها وبتقول لها ان هي هترجعها للحياة تاني، وبيغمضوا هما الاتنين عينيهم. ولما عطية بتفتح عينيها بتلاقي نفسها هي وشانسو في الاتيليه، وبتقول عطية لاختها ان هي سعيدة جدا لان هي رجعتها للحياة. لكن الصدمة ان شانسو بتقول لها ان هي اسمها إليف وان هي ما تعرفهاش اصلا. وبيكون واضح كده ان في مشكلة كبيرة حصلت في الزمن لما عطية رجعت اختها للحياة تاني. وبيخلص الموسم الاول من المسلسل. بيبدأ الموسم التاني من المسلسل بعطية، وبنشوفها وهي في الباص بعد ما اكتشفت ان هي فتحت بوابة معينة في الكهف ونقلتها البوابة دي لعالم موازي، وبنفهم هنا ان البوابة دي بتنقل بين العوالم. وبعدها بتروح عطية الكهف جيوبيكيلي علشان تدخله وتفتح البوابة وترجع للعالم بتاعها، لكنها بتتفاجئ ان الكهف ما بقاش ليه وجود في العالم ده. وبنرجع بالزمن يوم واحد لورا، وبنشوف عطية وهي بتحضن اختها، فبتصدمها اختها ان هي ما تعرفهاش وان اسمها إليف. فبتفهم عطية ان احداث العالم الموازي مختلفة، وان إليف عايشة حياة مختلفة عن حياتها اللي في العالم الاول. فبتمشي عطية وهي مصدومة، لكنها بتلاقي إليف بتنادي عليها وبتسألها لو هي جاية علشان تشتغل. فعطية بتكذب عليها وبتقول لها ان هي جاية علشان تشتغل. فبتدخلها إليف للاتيليه وبتشرح لها نظام الشغل عندها، وبتكون عطية مش مركزة خالص في كلامها، وكل تركيزها ان هي مفتقدة اختها ونفسها تتعرف عليها. وبتلاقي عطية صورة لإليف وإرهان سوا، فبتسألها مين ده، فبتقول لها إليف ان ده إرهان اخوها. فبتفهم عطية ان إليف عاشت مع اسرتها الحقيقية في العالم الموازي ده. وفي الاثناء دي الباب بيخبط، فبتروح إليف تفتح، وبتتفاجئ عطية بوجود أوزان وبيكون حبيب إليف في العالم الموازي ده. فبتستأذن عطية وبتمشي وبتروح تركب تاكسي، وبتسمع في الراديو ان معدل المواليد قل جدا في اخر 15 سنة، وان الستات الحوامل بيموتوا قبل ما يولدوا اطفالهم، والبشر مهددين بالانقراض. وبعدها بتوصل عطية لبيت اسرتها وبتسأل على ابوها، فبتقول لها صاحبة البيت ان ابوها عزل من البيت ده من زمان، وبتوصف لها عنوان بيته الجديد. فبتروح عطية لعنوان بيت ابوها، والصدمة ان ابوها ما بيتعرفش عليها، وبتفهم من كلامه ان هو ما اتجوزش اصلا ولسه شغال شرطي. وبعد ما عطية بتمشي بيتصل ابوها على الاسم وبيديهم اسم عطية ومواصفاتها، وبيطلب منهم يعرفوا مين دي لان شكلها تايهة من اسرتها. وبعدها بتروح عطية تقعد في كافيه، وبتستأذن البنت اللي جنبها ان هي تستخدم اللابتوب بتاعها، وبتعمل عطية سيرش على نفسها، وبتكتشف ان هي مش رسامة في العالم ده ومحدش يعرفها اصلا. وبعدها بتعمل سيرش عن امها، وبتلاقي ان في اخبار كتيرة بتتكلم عن امها، وبيقولوا ان هي ست مختلة عقليا وكانت بتقول كلام غريب للناس، وحاليا هي محجوزة في مستشفى الامراض العقلية. فبتروح عطية تزور والدتها في المستشفى، وبتلاقي الممرضة لابسة السلسلة بتاعت امها، فبتاخد منها السلسلة وبتدخل تزور امها وبتديها السلسلة بتاعتها، ودي تبقى نفس السلسلة اللي زهرة ادتها لعطية وهي في الكهف. والسلسلة دي بيلبسها الاشخاص اصحاب الهبة الالهية زي عطية وامها وجدتها. وبمجرد ما والدة عطية بتشوف سلسلة بنتها بتتعرف عليها فورا، وبتحضنها وبتقول لها امها ان في ناس بتدور عليها وانهم عاوزين يأذوها ولازم تخرج من هنا قبل ما يوصلوا ليها. وبتقول لها ان في شخص معين هيساعدها، لكنها مش بتقول لها مين هو الشخص ده. فبتفهم عطية ان هي تقصد إرهان. وبعدها بتروح عطية للجامعة علشان تقابل إرهان، لكنها مش بتلاقيه. وبتلاقي هناك أونور وبتحكي له ان هي انتقلت من العالم الاول لعالم تاني، وان هي رجعت تاني للكهف لكنه ما بقاش له وجود. فأونور بيقول لها ان هي ما ينفعش تتكلم مع حد في المواضيع دي لانهم هيفتكروها مجنونة وهيحجزوها في مستشفى الامراض العقلية. فبتطمن عطية ان هو مصدقها، وبعدها بتسأله هي ممكن تلاقي إرهان فين. فبيقول لها ان هو ما بقاش بيجي للجامعة من زمان، وبيقول لها المكان اللي هو بيكون متواجد فيه. وفي الوقت ده بنشوف ملك والدة أوزان وهي بتراجع تسجيلات الكاميرات بتاع المراقبة واللي بيكون موجود فيها عطية وامها، وبنعرف ان ملك هي الدكتورة النفسية
النفسية المسؤولة عن حالة والدة عطية. وعلى الناحية التانية بتوصل عطية لبيت إرهان وبتخبط على الباب، فبترد عليها هنا خطيبته من ورا الباب وبتقول لها ان هو مش موجود. وبعدها بتتصل هنا على والد أوزان وبتقول له ان هي لقت عطية. وبالليل بتفتكر عطية كلام البنت اللي ظهرت لها في الكهف لما قالت لها ان كل حاجة بتحصل في العالم ده متصلة بيها، وهي المسؤولة عن تغيير كل حاجة، لان هي الوحيدة اللي تقدر تعمل كده، وده لان هي مفتاح الكهف وعندها القوة الروحانية اللي تقدر تخليها تعمل اي حاجة وتغير الاحداث اللي بتحصل في كل العوالم. فبتستوعب عطية ان هي لازم تغير الاحداث اللي بتحصل هنا وتساعد الستات انهم يحملوا تاني. وتاني يوم بتوصل إليف مع أوزان عند أسرة أوزان وبيقعدوا كلهم ياكلوا سوا. وفي نفس الوقت بنشوف عطية موجودة في المكان اللي الكهف كان موجود فيه، وبتلاقي صخرة تحت الأرض وبيكون مرسوم عليها الرموز. وفي الأثناء دي بتيجي عربية وبينزل منها إرهان وبيقول لها ان هي ما ينفعش تبقى موجودة هنا لان دي ملكية خاصة. فبتقول له عطية ان هي عارفة ان المنطقة دي منطقة أثرية وان كان موجود فيها كهف وان ابوه هو اول واحد اكتشف وجوده. فبياخدها إرهان للمكتب بتاعه وبيسألها هي ازاي عرفت المعلومات دي. فبتقول له ان هي عارفة حاجات كتير محدش يعرفها. وبتسأله عطية عن سبب وجوده في الموقع الأثري، فبيقول لها ان هو بينقب عن الآثار لان هو بيشتغل في شركة تعدين. فعطية بتقول له ان ده مش السبب الحقيقي، وان هي عارفة ان هو بيدور على كهف جيوبيكيلي لان هو اول معبد البشر عرفوه وعمره اقدم بكتير من الاهرامات المصرية. وبتطلب منه يساعدها لان هي محتاجة توصل للكهف ده. فإرهان بيتضايق من كلامها وبيطلب منها تمشي لان هو مش هيقدر يساعدها لان مشروع الكهف ده اتوقف من ساعة موت ابوه، وحاليا هو شغال في التنقيب عن الاثار وبس. وبعدها بياخد منها الحجر اللي هي لقيته وبيمشي. فبتروح عطية تركب عربية موجودة فيها ستات قرويين، وعطية بتعرف منهم انهم بيروحوا كل يوم للموقع الاثري وبيدعوا هناك انهم يحملوا لان اسلافهم كانوا مؤمنين بوجود معبد هناك، والمعبد ده اشبه بالمعجزة. وفي نفس الوقت بتروح هنا تدي فلاشة لوالد أوزان وبيكون عليها صور لعطية، وبيتضح ان والد أوزان بيشتغل مع منظمة سرية، ودي نفس المنظمة اللي كان شغال معاها في العالم الاول. وهدف المنظمة دي انهم يعرفوا كل حاجة عن عطية، لكن لسه بيكون السبب مش واضح وما بنبقاش عارفين هم محتاجين منها ايه. وفي نفس الوقت ده الدكتورة ملك بتروح تقعد مع والدة عطية وبتسألها عن البنت اللي زارتها اخر مرة. فبتقول لها ان دي بنتها عطية. فبتقول لها ملك ان هي ما عندهاش بنات اصلا. فبتفهمها والدة عطية ان عطية جت من مكان مختلف وان هي دي اللي هتغير القدر وهتصلح العالم. وبتطلب منها تاخد بالها من ابنها أوزان لان الماضي والمستقبل هيتغيروا. فبتترعب ملك من كلامها وبتروح على مكتبها وبتتصل على ابنها وبتطمن ان هو بخير، وبتطلب منه يجي البيت لان هي عاوزة تشوفه وتقعد معاه. وبعدها بتكون عطية في الباص وبيوقفهم كمين وبيفحص هويات كل الركاب، لكن عطية ما بيكونش معاها هوية. فبياخدوها للقسم، ولحسن الحظ ان الضابط اللي بيحقق معاها هو ابوها، وبيكون بيتصرف معاها بشكل لطيف لانه متعاطف معاها لان هي مش لاقيه اسرتها، وبيسألها هو يقدر يساعدها ازاي. فبتطلب منه يجيب لها معلومات عن إرهان، وبعد دقايق المعلومات بتوصل له وبيقول لها ان ناظم والد إرهان مات في مدينة أورفا من سنين بسبب زلزال، وان هو عنده اخت اسمها إليف. وبعد موت ابوهم قرر والد أوزان ان هو يتكفل بيهم وخلاهم يعيشوا معاه في بيته، وبقى بيعتبرهم زي اولاده بالظبط. وبيقول لها ان إرهان كان بيشتغل زمان عالم آثار زي ابوه، لكنه حاليا بيشتغل في شركة التعدين اللي بيملكها والد أوزان. وبعدها والد عطية بيديها موبايل جديد علشان تتواصل معاه. فبتسأله عطية عن سبب لطفته معاها مع ان هو ما يعرفهاش. فبيقول لها ان هو اتأثر جدا لما غلطت وقالت له بابا، لان هو من زمان كان نفسه ان هو يخلف ويكون عنده بنت شبهها. وبعدها بتكون ملك بتسمع جوزها تسجيلات والدة عطية وبتقول له ان والد أوزان هو العقبة اللي هتعترض طريق عطية وان هو هيحاول يأذيها. وبتقول لملك ان هي لازم تمنع جوزها من اذية بنتها بدل ما تفقد ابنها للابد. وبعدها ملك بتقفل التسجيل وبتطلب من جوزها يفسر لها الكلام ده. فجوزها بيقول لها ان دي ست مجنونة وبتخرف وان هو ما يعرفش بنتها اصلا ومش فاضي للكلام الفارغ ده. وبعدها عطية بتكون في الاتيليه وبتقول لها إليف ان هي شغالة حاليا على تصميم فستان زفاف هانا واللي هتكون مرات اخوها بعد يومين. وبتطلب من عطية ما تعرفش حد ان هي وأوزان مرتبطين. فبتسألها عطية عن السبب. فبتقول لها إليف ان والد ووالدة أوزان كانوا متكفلين بيها هي واخوها من صغرهم، وبيعتبروا أوزان كأنه هو اخوهم، واكيد مش هيكونوا متقبلين فكرة ان هي ترتبط بأوزان. وتاني يوم بتروح عطية تزور امها في المستشفى وبتحكي لها ان هي راحت تزور إرهان علشان يساعدها توصل للكهف لكنه رفض لان هو مش فاكرها. فبتقول لها والدتها ان هي لازم تدور على اي طريقة تخليه يساعدها بيها. وفي الوقت ده والد عطية بيوصل عندهم وبيسأل عطية عن سبب اتصاله بيها. فبتقول له ان هي لقت امها وعاوزة
عاوزة مساعدته علشان تخرجها من المستشفى. ولما والد عطية بيشوف والدتها بيحس ان هو يعرفها من زمان وبيكون مش فاهم سبب الاحساس ده، لكن والدة عطية بتكون عارفة ان هو شافها في العالم الاول. وبعدها بتروح عطية للاتيليه علشان تساعد إليف في تصميم فستان الزفاف. وفي الوقت ده عطية بتلمح حد واقف بره البيت، فبتخرج تشوف هو مين، وبتتفاجئ ان هو ناظم والد إرهان. وبيكون واضح ان هو بيراقب بنته من بعيد كل يوم علشان يطمن عليها، لكنه اول ما بيشوف عطية بيطلع يجري. فعطية بتطلع تجري وراه لحد ما بتوصل لشارع جانبي ومش بتلاقيه. فبتتكلم عطية بصوت عالي وبتقوله ان هي كانت متأكدة ان هو ما ماتش، وبتقوله ان هي عطية حفيدة زهرة ومحتاجة تتكلم معاه. فناظم بيطلع لها من بلكونة بيته وبيطلب منها تطلع علشان يتكلموا. وبيبدأ يحكي لها ناظم ان الستات الحوامل بدأوا يموتوا بعد الزلزال اللي حصل، وان في صلة بين كهف جيوبيكيلي وبين حوادث وفيات الحوامل. وبيقول لها ان هو في اليوم اللي اكتشف فيه الكهف تواصل مع كل وسائل الاعلام علشان يبلغهم بالخبر. ووقتها زهرة ظهرت له وحذرته ان هو ما يبلغش حد، لان ابنه لازم يكون هو اللي اكتشف الكهف. لكنه ما سمعش كلامها، وبعدها على طول الزلزال حصل ومات ناس كتير ومنهم مراته، ومحدش لقى الكهف لحد النهارده. فقرر وقتها ان هو يبعد عن ولاده وساب كل حاجه واختفى، لان هو حس بالذنب بسبب الناس اللي ماتوا بسببه. فبتقول له عطيه ان ممكن يكون في ناس اشرار وصلوا لمكان الكهف وهم اللي تسببوا في الزلزال، ومش بعيد كمان يكونوا هم السبب في موت الستات الحوامل. فبيقول لها ناظم ان زهرة قابلته زمان وقالت له ان ابنه لازم هو اللي يكتشف مكان الكهف وعطيه هي اللي تفتحه. فبتقول له عطيه انهم لازم يلاقوا الكهف في اسرع وقت، وبتطلب منه يقول لها كل المعلومات اللي يعرفها. فبيديها ناظم الدفتر بتاعه وبيطلب منها تسلمه لابنه، وبيأكد عليها ما تعرفوش ان هو لسه عايش. وفي الوقت ده بيسمعوا في الاخبار خبر موت أونور بسبب مجهول. وبعدها بتروح عطية تقابل إرهان وبتسلمه دفتر والده، لكنها ما بتقولوش هي جابته منين. فبيتفاجئ إرهان لانه بيدور على الدفتر ده من زمان، وبيفتح الدفتر وبيلاقي فيه صور للرمز اللي موجود في الكهف واللي عطية كانت دايما بترسمه. فبيقول لعطية ان ده رمز الميلاد، والرمز ده الثقافات القديمة كانت بتستخدمه كإشارة على ميلاد شخص جديد. فبتقول له عطية ان ده معناه ان في صلة بين المواليد وكهف جيوبيكيلي. وفي نفس الوقت ده بيكون والد أوزان بيتواصل مع شخص معين من خلال إشارات غريبة عن طريق اللابتوب، وبيكون لسه مش واضح مين الشخص ده وهل هو من نفس العالم ولا من عالم تاني. وبنرجع تاني لإرهان وهو بيقول لعطية ان دفتر والده مكتوب فيه ان في مرصد فلكي كان موجود في القرن ال16 في اسطنبول، والمرصد ده من ايام الدولة العثمانية. وفي يوم ظهرت مجموعة مجهولة الهوية ودمروا المرصد ده، والكتب اللي بتتكلم عن المرصد ده موجودة في مكتبة سرية. وبيلاحظ ان المرصد ده مرسوم عليه رمز معين، وبيكون هو نفس الرمز اللي مرسوم في المكتبة السرية. فبتبدأ عطية تربط الأحداث ببعض وبتاخد الدفتر وبتمشي بسرعة. وعلى الناحية التانية بنشوف والدة عطية موجودة في بيت والد عطية، وبنعرف ان هو خرجها من المستشفى بعد ما عرف منها ان هم كانوا بيعاملوها بشكل سيء. وبيحاول والد عطية ان هو يعرف منها اي معلومات عن حياتها، لكنها بترفض تقول له. وفي نفس الوقت بتوصل عطية مع ناظم للمكان اللي موجود فيه المكتبة السرية، وبيوصلوا لغرفة مهجورة. وهناك عطية بتشوف بنت صغيرة وبتكون هي الوحيدة اللي شايفاها، والبنت دي بتشاور لها على جدار واللي بيكون وراه المكتبة السرية. فبيبدأ ناظم يهد الجدار وبيلاقوا وراه باب، فبيفتحوا الباب وبيلاقوا نفسهم جوه المكتبة السرية، وبيلاقوا رمز الميلاد مرسوم على الأرض وجنبه رمز تاني. فبيكتشفوا ان كهف جيوبيكيلي متصل بنفق موجود في مدينة كابادوكيا، وممكن يوصلوا للكهف ده عن طريق النفق. فناظم بيقول لعطية ان مهمتها دلوقتي ان هي تقنع إرهان ان هو يروح لهناك علشان يكتشف وجود الكهف، وبعدها هي اللي هتفتحه، لان زهرة قالت ان ده اللي لازم يحصل. وفي الوقت ده بيسمعوا باب المكتبة بيتفتح، فبسرعة ناظم بيستخبى، وبتتفاجئ عطية ان إرهان داخل عليها. فبتطلب منه عطية ان هو يبص على الارض، فبيلاقي إرهان رمز مرسوم لكابادوكيا ورمز تاني لجيوبيكيلي، وبيكون مش فاهم ايه العلاقة بينهم. فبتقول له عطية ان في نفق موجود في كابادوكيا متصل بكهف جيوبيكيلي، وبتحاول تقنعه ان هو لازم يروح للنفق ده علشان يوصل للكهف. لكن إرهان بيقول لها ان الكلام ده مش منطقي وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بيجي اتصال لوالد عطية من اسم الشرطة، وبيقولوا له ان هم عملوا ابحاث عن والدة عطية واكتشفوا ان هي ماتت وهي عندها 16 سنة، وان هي اتسجلت في المستشفى ببطاقة هوية مزورة. وتاني يوم بتكون إليف منهارة من العياط بعد ما اكتشفت ان هي حامل. فبتروح لعطية تزورها وبتحس ان هي زعلانة، فبتسألها عن السبب. فإليف مش بترضى تقول لها حاجة، وبتعزمها ان هي
هي تيجي فرح اخوها إرهان. وتاني يوم بتوصل عطية للفرح وبتروح تسلم على والد أوزان بكل ثقة، واللي بيتفاجئ ان هي واقفة قدامه. فبيسألها هي عايشة في تركيا بقالها قد ايه، فبتقول له ان هي كانت مسافرة ولسه راجعة قريب. وبعد شوية بيخرج إرهان يقف لوحده بره الفرح، وبيتفاجئ ان والده ناظم جاي يسلم عليه. فبيعتذر له ناظم ان هو اختفى طول السنين اللي فاتت، وبيطلب منه ما يثقش غير في عطية لان هي الوحيدة اللي عاوزة مصلحته، وكل الناس اللي حواليه عايزين يأذوه. وطبعا بيكون إرهان مش مصدق ان هو شايف والده قدامه، وبيكون متضايق منه لانه كان فاكره ميت. فبيفضل يزعق له وبيطلب منه يمشي وما يرجعش تاني لان هو عمره ما هيثق فيه. وبعد الفرح بتروح عطية تزور إليف وبتلاقيها بتشرب ومنهارة من العياط. فبتحاول عطية تهون عليها وبتسألها عن سبب حزنها. فبتقول لها إليف ان هي اتخانقت مع أوزان لان هو مش راضي يعترف بعلاقتهم قدام اهله. فوقتها بتحس عطية بغثيان ودوخة، فبتخمن إليف ان هي حامل. فبتفكر عطية في كلامها وبتلاقيه منطقي لان هي عملت علاقة مع إرهان لما كانت في العالم الاول. وتاني يوم بتصحى عطية في بيت إليف وبنعرف ان هي اللي طلبت منها تعيش في بيتها. وبعدها بتروح عطية تعمل اختبار الحمل وبتتفاجئ ان هي حامل فعلا. فبتخرج عطية بره البيت وبتظهر لها نفس الطفلة الصغيرة وبتناديها باسم ماما. فبتفهم عطية ان الطفلة دي هتبقى بنتها المستقبلية. وفي الوقت ده بنشوف إرهان قاعد مع هانا وبيسألها لو هي ممكن تسامح شخص بتحبه بعد ما كذب عليها. هنا بتقوله ان الموضوع بيتوقف على حجم الكذبة، وبتسأله هو ليه بيسألها السؤال ده. فبيعترف لها ان والده طلع عايش وان هو جه قبله امبارح وبيطلب منها ما تعرفش اي حد السر ده. وبعدها بيجي الإرهان اتصال من واحد زميله وبيبلغه ان الحجر اللي اخده من عطية اتحرق. وبيتصدم إرهان لان الحجر ده عمره 16,000 سنة. وبيفهم ان في ناس معينين مش عاوزين سر الكهف ده ينكشف، وعلشان كده بيدمروا اي حاجة ليها علاقة بالكهف. وفي نفس الوقت بتروح ملك تقول لجوزها ان أوزان مختفي من امبارح وان هو ما بيردش على الموبايل بتاعه. فبيتوتر جوزها وقتها وبيجيله اتصال من صاحب البيت اللي إليف عايشه فيه، وبيبلغه ان أوزان وإليف كانوا بيتخانقوا امبارح وعملوا ازعاج في المنطقه. وفي نفس الوقت بيوصل والد عطيه لبيته وبيتفاجئ ان والدة عطيه مشيت، وبتكون سايباله رساله بتشكره فيها على مساعدته، وبتكون كمان سايباله رساله تانية لعطيه. وبنرجع لوالد ووالدة أوزان وهم بيسالوا إليف عن سبب خناقتها مع أوزان. فبتعترف لهم ان هي وأوزان مرتبطين بقالهم 3 سنين، وان هي كانت بتتخانق معاه لان هو ما كانش عاوز يعترف بعلاقتهم. وطبعا الاتنين بينصدموا من كلامها وبيوبخوها لانهم معتبرينها زي بنتهم وما كانش ينفع ترتبط بيه. وبعد شويه بتوصل عطيه لبيت والدها وبتكتشف ان امها مشيت وبتقرا الرساله اللي هي سايباها، وبتكون كاتبه لبنتها ان في ناس بتتولد وبتموت من خلال البوابه اللي هي في الكهف، وان هي لازم توصل للبوابه دي. وفي اخر الرساله بتكون كاتبه جمله مشفره لمكان معين. فبتقرر عطيه ان هي تروح للمكان ده، لكن قبل ما تمشي والدها بيقول لها ان هوية امها طلعت مزيفة وان هي المفروض تكون ميتة من زمان، وبيطلب منها تفسير للي بيحصل. ولكن عطية مش بيكون عندها تفسير. وفي اللحظة دي بيجي لها اتصال من إليف واللي بتكون منهارة وبتطلب منها تساعدها تلاقي أوزان. فعطية بتطلب من ابوها يروح يقابل والد أوزان لان ابنه مختفي من امبارح. فبيروح والد عطية يقابله وبيسأله لو هو شاكك في حد معين ورا اختفاء ابنه. فبيقول له والد أوزان ان هو شاكك في عطية. وفي الوقت ده بتوصل عطية للعنوان اللي امها كانت كاتباه في الرسالة، وبتلاقي امها هناك فبتحضنها وبتطلب منها امها ما تتخلاش عن الطفلة اللي في بطنها وتحميها. فعطية بتقول لها ان هي مش عارفة هتحميها ازاي لان مفيش اطفال بيتولدوا في العالم ده. فامها بتقول لها ان الطفلة دي هي المستقبل والامل، وان هي اكيد هتلاقي الطريقة اللي تقدر تحميها بيها لحد ما تتولد. وبعدها بنشوف عطية في طريقها للبيت وبتكون حاسة بتعب شديد، لكن إرهان بيظهر في اللحظة دي وبيمسكها قبل ما تقع، وبيقول لها ان هو كان بيدور عليها لان هو عاوز يروح معاها للمكان اللي هي لقت فيه الصخرة. فبتوافق عطية لكن بشرط وهو انه يروح معاها لكابادوكيا. فبيضطر إرهان ان هو يوافق. وفي الوقت ده بيكون والد أوزان في أوضة ابنه وبيكون منهار تماما، وفجأة التلفزيون اللي وراه بيشتغل لوحده وبيسمع والد أوزان صوت ابنه وهو بيصرخ وبيستنجد بيه. فبيفهم والد أوزان ان الجماعة اللي هو شغال معاهم خطفوا منه ابنه. وتاني يوم بتكون عطية في طريقها لإرهان، لكن فجأة بتحس بتعب وبيغمى عليها فبينقلوها للمستشفى. ولما الأطباء بيعرفوا ان هي حامل بيجهزوا أوضة العمليات علشان يجهضوا الجنين، لكن عطية بترفض. فالدكتورة بتقول لها ان هي هتموت لو فضلت شايلة الجنين في بطنها. فعطية بتقول لها ان هي عندها امل كبير في ربنا ان هو يحميها لحد ميعاد الولادة. وبعدها بيكون إرهان بيقرا كتاب خاص بأونور، وبيقول أونور في الكتاب ده ان كهف جيوبيكيلي هو المركز اللي انتشر منه كل الطاقات في العالم، وان الأحجار البنفسجية اللي موجودة في الكهف ده بتحتوي على طاقات بتردد مرتفع جدا، وان في 21 عنصر من
مكونات الأحجار دي مش من العالم بتاعنا، ده غير إن العناصر دي بتأثر على كل الكائنات اللي في الأرض سواء الإنسان أو الحيوان أو الجماد. فبيبدأ إرهان يتحمس إن هو يلاقي الكهف ده، وفي الوقت ده بيروح والد أوزان يبلغ مراته إن ابنهم سافر بره البلد، وبنعرف إن هو عمل كده علشان يطمنها لأن هو عارف إن ابنه ممكن ما يرجعش تاني. وفي الأثناء دي بتهرب عطية من المستشفى وبتروح تقابل إرهان علشان يبدأوا جولتهم في الاستكشاف. وبعدها بيتصل والد أوزان على هانا وبيطلب منها تدور على عطية وتجيبها له بأي طريقة لأن حياة ابنه متوقفة على البنت دي. وبنرجع تاني لإرهان وعطية هما في الطريق، وبنعرف إن هما قرروا يروحوا الأول لكابادوكيا. وبيتصل إرهان على مراته وبيبلغها إن هو مسافر لمكان تبع شغله وإن هو مش هيتأخر عليها. وبعدها بتروح هانا لوالد أوزان وبتقوله إن إرهان مرضيش يقول لها على مكانه، وبتطلب منه يخرجها بره الموضوع لأن هي مش عاوزة تأذي جوزها. وبتطلب منه يقول لإرهان السر الحقيقي اللي خلاه يتكفل بيه وسبب اهتمامه بعطية. فوالد أوزان بيتعصب عليها وبيأمرها تروح للناظم وتعرف منه مكان ابنه. وبعدها بيتصل والد أوزان على المساعد بتاعه وبيطلب منه يلفق تهمة لعطية علشان يجبر الشرطة انهم يقبضوا عليها. وبنرجع تاني لإرهان وهو بيسأل عطية هي تعرف والده منين، فبتقوله ان جدتها ووالده يعرفوا بعض من زمان وان الكهف اللي والده اكتشفه مهم جدا. فبيسألها إرهان مهم ازاي، فبتقوله ان هو مش هيصدقها لو قالت له، لكنها بتفهمه ان الكهف ده هيساعد الستات انهم يحملوا تاني. فبيوقف إرهان العربية وبينزل منها وبيقول لعطية ان كل اللي هي بتقوله ده تخاريف وان هو مش بيصدق غير النظريات العلمية. وبيقول لها ان هو مش هيكمل الرحلة دي معاها وهيرجع لاسطنبول. فبيركبوا هما الاتنين العربية وهما متعصبين. وعلى الجانب الاخر بنشوف والد عطية في بيته وبيجي المساعد بتاعه يزوره وبيديله ملف عطية واللي بيثبت فيه ان ليها سوابق اجرامية. وفي نفس الوقت بيلاحظ إرهان ان عطية بتنزف، فبيوقف العربية في مدينة كابادوكيا وبتنزل عطية تغسل وشها وتمسح الدم. وفي الاثناء دي بيجي راجل يسلم على إرهان وبيناديه بقدير. فإرهان بيستغرب جدا وبيسأله هو عارف جده قدير منين. فالراجل ده بيقوله ان جده كان عايش هنا وان هو شبهه جدا. فبيتفاجئ إرهان ان هو كان عايش في مدينة كابادوكيا وبيكون واضح ان هو ناسي كل حاجة. وبعدها الراجل بيسأله لو هو جاي علشان يزور قبر امه، فبيجاوب إرهان بالنفي. لكن عطية بتقترح عليه انهم يروحوا يزوروا قبر امه بما انهم موجودين هنا، وبالفعل بيقتنع بكلامها وبيروحوا هما الاتنين يزوروا قبر امه. وبيستغربوا لما بيلاقوا زهور موجود على القبر، وبتيجي واحدة ست تسقي الزهور دي. فبيسألوها مين اللي بيسيب الزهور على القبر، فبتقول لهم ان الست صاحبة النجمة هي اللي بتعمل كده. فبعدها عطية بتوري الإرهان علامة النجمة اللي على رقبتها وبتقول له ان اكيد الست صاحبة النجمة دي قريبتها وممكن تساعدهم انهم يوصلوا لمدخل الكهف في كابادوكيا. وبعدها بيجي شخص اسمه الياس يسلم على إرهان وبيفكره بنفسه وبيقول له ان هو صانع الفخار اللي كان بيلعب معاه وهو صغير، وبيقول له ان هو كان سايب امانة معاه وبيطلب منه يجي ياخدها. وفي نفس الوقت ده بتروح هانا تزور ناظم وبتتظاهر ان هي خايفة على إرهان وعاوزة تعرف مكانه، لكن ناظم بيكون عارف حقيقتها ومش بيقول لها حاجة. فبتهدده هانا ان هي هتأذي بنته لو ما اعترفش بمكان ابنه. فبيضطر ناظم ان هو يعترف. وفي الوقت ده بتشوف ملك مجسم الكهف بتاع جوزها وبتسأله هو ايه علاقته بالكهف ده. فجوزها بيقول لها ان ده ليه علاقة بالناس اللي هو بيشتغل معاهم، وبيعتذر لها ان هو مش هيقدر يقول لها معلومات اكتر من كده لان ده هيسبب لها خطر على حياتها. فبتفهم ملك ان الناس دول ليهم علاقة بخطف ابنها وبتترجى جوزها ان هو يرجع ابنها سليم. وفي الوقت ده بنشوف إرهان وعطية في محل الفخار، وبيحكي الياس لعطية ان إرهان تاه زمان وفضلوا يدوروا عليه 5 ايام لحد ما لقوه في كهف وما كانش بينطق بولا كلمة. ووقتها الاشاعات طلعت والناس قالوا ان إرهان شاف حاجة محدش شافها غيره. وبعد الحادثة دي إرهان طلب من الياس ان هو يصنع له مجسمات معينة وقال له ان هو هيجي في يوم وياخدهم منه. وبعدها على طول جت الست صاحبة النجمة وطلبت من الياس ان هو يسمع كلام إرهان ويصنع له المجسمات اللي هو عايزها. ولكن الغريب ان إرهان ما بيكونش فاكر اي حاجة عن الموضوع ده. فبيسأل الياس هم ممكن يلاقوا الست صاحبة النجمة دي فين، فبيقول له الياس ان هي ساكنة في بيت قريب من هنا. وفي نفس الوقت ده بتكون ملك بتسمع تسجيلات والدة عطية وبتكون بتقول ان زمان امها كانت بتحكي لها عن اميرة كابادوكيا واللي كان اسمها ايزيس، وكانوا بيطلقوا عليها لقب القديسة لان هي كان عندها قدرات فريدة والناس كلها كانوا بيقولوا عليها ان هي المختارة. وبنعرف ان عطية منحدرة من سلالة ايزيس. وفي نفس الوقت ده عطية وإرهان بيوصلوا لبيت الست صاحبة النجمة واللي بيطلع نفس البيت اللي
إرهان كان عايش فيه زمان. والمفاجأة ان الست صاحبة النجمة دي بتطلع هي زهرة، فبتروح عطية تسلم عليها وبتقول لإرهان ان دي جدتها. وبعدها زهرة بتاخد إرهان لأوضته القديمة وبتوريه الرسومات اللي هو كان بيرسمها على الحيطة وهو صغير، وبتقول له ان هو كان دايما بيحلم بالرسومات دي، ووالده ناظم كان متأكد ان احلام ابنه حقيقية وهتتحقق في يوم من الايام. والاحلام دي هي اللي وجهت ابوه لمكان الكهف. وبتطلب زهرة من إرهان ان هو يمشي ورا قلبه، وبتقول له ان هو لازم يروح للكهف. وبتقول لهم انهم هيدخلوا للكهف عن طريق نفق اسمه وادي الحب، لان في بوابة هناك هتتفتح النهاردة في وقت الغروب. وبنفهم هنا ان الكهف ليه اكتر من مدخل، لكن المداخل دي بتتفتح في اوقات معينة. وبالفعل بيروحوا هما الاتنين لوادي الحب وبيستنوا البوابة عشان تتفتح. وبيطلب إرهان من عطية ان هي تحكي له كل حاجة، لكنها ما بتلحقش لانهم بيلاقوا هنا داخل عليهم والشرطة معاها. فبسرعة عطية بتطلع تجري وبتستخبى في بيت جدتها. وفي الوقت ده بيتضرب عليهم نار وبتتصاب زهرة. وقبل ما تموت زهرة بتطلب من حفيدتها ان هي تكمل اللي هي بدأت فيه، وبتفاجئها ان الكهف ده هو ميراث عيلتها. وفي الاثناء دي بيكون والد عطية قاعد مع إرهان وبيقول له ان عطية ليها سوابق جنائية ومطلوب القبض عليها، لكنه مش مصدق الكلام ده وان هو محتاج مساعدته علشان يكتشف مين اللي عاوز يأذيها. وبعدها بيوصل والد عطية لبيت زهرة لكنه مش بيلاقي عطية، فبيتعصب على رجالته لان هم قتلوا زهرة، لكنهم بيقولوا له انهم ما ضربوش نار اصلا. وبيتضح هنا ان هنا هي اللي ضربت عليها نار وقتلتها. وبيجي الليل وبنشوف هنا وإرهان في طريقهم لاسطنبول. ووقتها إرهان بيشوف طفلة قدامه فبيوقف العربية وبينزل يشوف مين دي، وبيتضح ان هي بنته المستقبلية. فبنته بتاخده المدخل الكهف اللي هو تاه فيه وهو صغير. ووقتها بيظهر شخص غريب من ورا إرهان وبيقول له ان هو مستنيه من زمان لان هو لازم يبدأ رحلته في الاستكشاف، وبيطلب منه يصفي ذهنه ويفتكر كل حاجة. فبيبدأ إرهان يفتكر شوية ذكريات وقت لما تاه في الكهف، وبيفتكر ان هو اول واحد اكتشف وجود الكهف. فبيخاف وبيروح يركب عربيته. وتاني يوم بتوصل عطية لمدينة أورفا، وهناك بتلاقي ستات قرويين قاعدين جنب ست حامل وبيحاولوا انهم يهونوا عليها لان هي بتموت. فبتقرب عطية من الست دي وبتحط ايديها على بطنها وبتقدر ان هي تخفف من ألمها. ولكن فجأة عطية بتفقد الوعي، ولما بتفوق بتلاقي نفسها في مخبأ الستات القرويين، وبيقولوا لها انهم عارفينها لان هي وريثة صاحبة النجمة، وان هم بيحلموا بيها وكانوا بيدعوا ربنا ان هم يقابلوها لان هي عندها القدرة على شفاء المصابين. وفي الأثناء دي بتكون هنا في بيتها وفجأة بتحس بإحساس غريب، وفجأة بتشوف روح زهرة قدامها وبتقول لها إن هي هتفضل دايما تظهر لها علشان تحسسها بالذنب اللي هي عملته فيها. فبتفضل هنا تصرخ وتعيط وبتترجاها تمشي، وفجأة زهرة بتختفي. وفي نفس الوقت ده بتبعت والدة عطية بوكيه ورد الملك وبتطلب منها تنقذ بنتها. وبتكون عطية في الوقت ده بتحاول تشفي الست الحامل، وبتقول لها واحدة من الستات إن هي بتفكرها بسهير لأن هي برضه بتشفي المصابين. فبتتفاجئ عطية من الاسم لان ده اسم خالتها اللي حرقوها وهي طفلة في العالم الاول، وهي نفسها برضه طفلة النجمة اللي عطية كانت بتشوفها. فعطية بتقول لهم ان هي عاوزة تروح تزورها وبتطلب منهم يوصفوا لها عنوان بيتها. فبتروح عطية لبيت سهير وبتكون مش مصدقة نفسها ان هي عايشة، فبتاخدها في حضنها وسهير بتقول لها ان هي لازم ترجع لنقطة البداية علشان تفهم كل حاجة من الاول. وبتجيب طبق فيه مية وبتطلب من عطية تحط ايديها في الطبق ده وتصفي ذهنها، وبالفعل عطية بتعمل كده. ووقتها بتشوف ذكرى قديمة لنفسها هي وإرهان، وبيكونوا واقفين عند صخرة معينة موجودة جوا كهف السفاهير، وبيكون واضح ان هما موجودين في زمن قديم، وده معناه ان القدر بيجمع بين إرهان وعطية على مر الازمان. وفي نفس الوقت بيكون إرهان بيتخانق مع مراته لان هو عاوز يعرف هي وصلت له ازاي. فبتتعصب هنا وبتكسر المجسمات اللي إرهان اخدها من الياس. فبيتفاجئ إرهان ان المجسمات دي جواها كتابات مكتوبة بلغة قديمة. وفي نفس الوقت بترجع عطية للستات القرويين وبتقول لهم ان هي لازم ترجع لاسطنبول. فبيطلبوا منها انهم يروحوا معاها لانهم محتاجينها تشفي الست الحامل اللي معاهم. فعطية بتوافق، وبعدها بتروح تتصل على إليف وبتطلب منها تبلغ اخوها ان هي عاوزة تقابله في كهف السفاهير. فإليف بتقول لها ان الشرطة بتدور عليها. فعطية بتطلب منها ما تصدقش اي حاجة بتسمعها لان في ناس عاوزين يأذوها. فبتنهي معاها إليف المكالمة وبتتصل على والد عطية وبتقول له على المكان اللي عطية هتكون موجودة
موجودة فيه علشان يروح يقبض عليها لان هي مش بترتاح لها. وبعدها بيجي مكالمة لإليف من رقم مجهول وبيطلب منها شخص غريب ان هي تروح لمكان معين لو عاوزة تشوف أوزان تاني. فبسرعة بتروح إليف للمكان ده وبتتفاجئ بوجود ناظم ابوها، وطبعا مش بتكون مصدقة نفسها فبتطلع تجري عليه وبتحضنه. فبيعتذر لها ابوها ان هو كذب عليها في المكالمة، لكن ما كانش في حل تاني قدامه علشان يقدر يجيبها. وبيفهمها ان هو كان مضطر يتظاهر ان هو ميت طول السنين اللي فاتت، وبيديها عنوان مكان معين تروح تستخبى فيه لان والد أوزان شخص سيء وهيحاول يأذيها. وبعدها بيرجع ناظم لبيته وبيتفاجئ ان إرهام مستنيه هناك، وبيطلب منه يحكي له ايه اللي حصل زمان لما تاه. فبيحكي له ناظم انهم فضلوا يدوروا عليه 5 ايام بعد ما تاه لحد ما لقوه فقد الوعي في الكهف. ولما فاق فضل يرسم معابد غريبة على الحيطان، وكان بيردد جملة واحدة بس وهي انه عنده واجب ولازم يعمله. فناظم وقتها حس ان ابنه شاف معجزة وكان بيصدق كل الكلام اللي بيقوله له. فوقتها إرهام بيشكر ابوه ان هو كان مصدقه وبيديله الكتابات اللي معاه وبيطلب منه يترجمها له. وفي نفس اللحظة بتوصل عطية لكهف سفاهير وبتقف عند نفس الصخرة اللي هي شافتها في الذكرى، لكنها بتلاقي ابوها وراها وبيقبض عليها. فبتخرج عطية بره الكهف وبتكتشف ان الست الحامل ماتت. فبسرعة عطية بتقرب منها وبتشفيها وبترجعها للحياة تاني. فطبعا والد عطية بيكون متفاجئ ومصدوم من اللي هو شايفه. وبنرجع لناظم تاني وهو بيترجم لابنه الكلام اللي مكتوب في الورق، وبيكون مكتوب ان عطية هي ام الكون وعندها كل القدرات اللي تخليها تقدر تعمل اي حاجة، وهي وريثة الاميرة ايزيس وبالتالي فهي المختارة. فناظم بيقول لابنه ان ممكن عطية تكون وريثة ايزيس الاخيرة، وبيقول له ان ايزيس دي كانت اميرة كابادوكيا وكانت بتتمتع بنفس الصفات الخارقة بتاعت عطية. وبيطلب منه يلاقي عطية ويحميها. وبعدها بيسمع ابنه تسجيل صوت الهنا وهي بتهدده، وبيطلب منه ما يثقش في هنا تاني وكمان ما يثقش في والد أوزان تاني. وفي نفس اللحظة بيقرر والد عطية ان هو يساعد عطية على الهروب، وبيفاجئها ان ملك هي اللي طلبت منه كده. فبتشكره عطية وبتعترف له ان هو يبقى ابوها وبتطلب منه يصدقها. فوالد عطية بيقول لها ان هو هيحاول يصدقها. وفي الوقت ده بتسمع ملك في التلفزيون خبر موت ابنها أوزان بعد ما لقوا جثته في البحر، وبتكون في حالة صدمة شديدة. فبيحاول جوزها ان هو يهون عليها لكن الموضوع بيكون صعب جدا. وبعدها عطية بترجع عند الصخرة اللي في كهف السفاهير وبتحط ايديها على الصخرة وبتترجم الكلام اللي عليها. والكلام ده بيقول ان عطية هي اللي هتخلف الطفلة اللي بعدها الستات هيرجعوا يحملوا تاني. وكمان بيكون مكتوب مكان المدخل اللي هيوصلها للكهف، وهتلاقي جوه الكهف بوابة، والبوابة دي اللي هتقدر من خلالها ان هي ترجع للعالم الاول. والبوابة دي موجودة تحت شجرة بتربط الارض بالسماء. ولكن علشان عطية توصل لهدفها وتخلي الستات يحملوا تاني فلازم إرهان يكتشف بنفسه مكان البوابة، ولكن وهو في العالم الاول، وعطية هي اللي هتفتحها في العالم التاني. وفي الوقت ده بيروح واحد تبع والد أوزان يخطف إليف، وبالصدفة ناظم بيكون رايح يزور بنته وبيشوفها وهي بتتخطف ومش بيقدر يعمل لها حاجة. وفي نفس الوقت بيروح إرهان يواجه هانا بحقيقة ان هي بتشتغل لصالح والد أوزان، وبيسألها هي ليه عملت كده. فبتعترف له هانا ان والد أوزان هو اللي طلب منها تقرب منه علشان تعرف منه كل المعلومات، لان هو كان عارف ان عطية هتيجي من مكان تاني وهتقابل إرهان. وبتقول له ان هو بيشتغل تبع منظمة سرية، والمنظمة دي بتستهدف عطية لسبب ما، لكنها بتحلف ان هي حبته بعد ما عرفته، وحاولت كتير تسيب الشغل مع والد أوزان لكنها ما عرفتش لانه كان بيهددها. وفي الوقت ده ناظم بيوصل عند إرهان وبيبلغه ان والد أوزان خطف اخته. فإرهان بيطلب من هانا تتصل على والد أوزان وتعرف مكانه، وبعدها بيتصل والد أوزان على عطية وبيوريها إليف وهي مخطوفة، وبيأمرها تقابله حالا قبل ما يقتلها. وفي نفس الوقت بتروح والدة عطية تزور والد عطية وبتقوله ان بنتها في خطر وان هي لازم تعدي من البوابة علشان تنقذ الطفلة اللي في بطنها. وطبعا والد عطية بيكون مش فاهم اي حاجة. وفي نفس الوقت بتوصل عطية عند والد أوزان وبيأمرها توديه للبوابة اللي جوه الكهف علشان يرجع ابنه للحياة. وبيشاور لها والد أوزان على البير اللي وراه، وبيقول لها ان في يوم ابوه عاقبه وهو طفل وحبسه في البير ده، ووقتها شاف حاجة معينة والحاجة دي غيرت قدره. وفي اللحظة دي إرهان بيوصل عندهم وبيقول لعطية ان الشرطة انقذت اخته، وبياخد عطية علشان يمشي، لكن والد أوزان بيضرب إرهان بالنار وبيقتله. وبعدها بياخد عطية علشان يروحوا للبوابة، وبيوصل والد أوزان وعطية لمدخل الكهف، ولكن فجأة بيتصاب والد أوزان بأزمة رابو فبيفقد السيطرة على العربية وبيعمل حادثة. فبسرعة بتنزل عطية من العربية وبتاخده معاها وبتحط ايديها على جسمه وبتشفيه. وفي العالم الاول بنشوف إرهان مصاب في المستشفى بعد ما هانا ضربته بالنار، وبيحاول إرهان ان هو يقوم علشان يروح ينقذ عطية، لكن الدكتور بيمنعه لان هو مصاب جدا. وفي العالم الاول بيروح أوزان يزور والده في السجن،
السجن، وبيعترف له ان هو اللي بلغ عنه لانه زهق من تصرفاته الغامضة معاه، وبيطلب منه يحكي له كل حاجة كان مخبيها عليه. فبيقول له والده ان بعد وفاة ملك الحياة كانت صعبة وما كانش قادر يتخطى فكرة موتها، لحد ما في يوم قابل منظمة معينة وقالوا له ان هم هيساعدوه يرجع مراته للحياة، لكن بشرط، واللي هو انه يجيب لهم عطية لان هي الوحيدة اللي هتقدر تفتح البوابة اللي في الكهف، والبوابة دي بتودي لأبعاد تانية في الكون، وممكن تكون ملك عايشة في بعد من الأكوان دي ويقدر ساعتها ان هو يجيبها وتعيش معاهم تاني. وبيقول له ان عطية هي المفتاح اللي بيفتح أبعاد تانية موجودة في العالم. وطبعا أوزان لما بيسمع الكلام ده مش بيصدق وبيتهم ابوه ان هو بيخرف وبيسيبه وبيمشي. وبنرجع للعالم التاني وبيعترف والد اوزان لعطية ان المنظمة بتاعته هم اللي نشروا الوباء في العالم، والوباء ده هو اللي خلى الستات ما تحملش تاني، وده لانهم عاوزين يقللوا عدد السكان. وبيفهمها ان الحرب دي بدأت من زمان ومحدش هيقدر يوقفها، وبيقول لها ان المنظمة دي محتاجينها لان هي الوحيدة اللي هتقدر تفتح البوابة اللي بين العالمين. وفي اللحظة دي والد اوزان ضميره بيصحى وبيطلب منها تروح للبوابة وترجع للعالم الاول لان المنظمة هيأذوها. وفي نفس الوقت بنشوف ناظم قاعد مع إليف وبيواسيها بعد موت إرهان، وبيحكي لها كل حاجة عن عطية وبيطلب منها تساعدها ان هي توصل للكهف. وبعدها بنشوف هانا وهي منهارة على موت إرهان، وفي نفس الوقت ده بنشوف هانا في العالم الأول وهي بتحاول تقتل إرهان، لكن بيجي لها اتصال من شخص مجهول وبيطلب منها توقف اللي هي بتعمله. وبعدها بيهرب إرهان من المستشفى وبيركب عربيته علشان يروح للكهف وينقذ عطية. وفي الطريق بيشوف بنته اللي هتتولد في المستقبل لكنه ما بيتعرفش عليها، فوقتها بنته بتحط ايديها على قلبه. فإرهان بيشوف كل ذكرياته في العالم الأول وكمان في العالم التاني وبيفتكر كل حاجة، وبيفضل ماشي ورا بنته لحد ما بتوصله لمدخل الكهف علشان يلاقي البوابة بنفسه. وبنرجع للعالم الموازي تاني وبنشوف ملك بتفتش في أوراق جوزها وبتكتشف سر البوابة اللي في الكهف، فبتقرر تستغلها علشان ترجع ابنها للحياة. وبعدها بنشوف والدة عطية بتعترف لوالد عطية ان امها زمان زيفت الأوراق اللي تثبت ان هي ميتة لان كان في ناس مستهدفينهم وعاوزين يتخلصوا منهم. فبيفتكر والد عطية ان هو دايما كان بيحلم بيها وبيسألها عن السبب، فبتبتسم والدة عطية وبتقول انهم ممكن يكونوا اتقابلوا في حياة مختلفة. وبعدها بيروح والد عطية يزور والد اوزان في المستشفى وبيسجل اعترافه وبيقول ان هو بيشتغل تبع منظمة سرية وهم السبب في موت الستات الحوامل. وبعدها على طول هنا بتدخل لأوضة والد اوزان وبتفضل تخنق فيه لحد ما بيموت. وفي الوقت ده بتكون عطية موجودة عند مدخل الكهف وبتستعد للدخول، لكن بتيجي ملك توقفها وبتطلب منها تاخدها للعالم الأول علشان تشوف ابنها وترجعه معاها، لكن عطية بترفض وبتقول لها ان هي لازم تتقبل موت ابنها لان ده قدره مكتوب. وفي الأثناء دي بتيجي إليف وبتقول لعطية ان هي عرفت كل حاجة من ابوها وان هي جاية تساعدها، وبتطلب من ملك ان هي تسيب عطية تمشي لان هي اللي هتخلي الستات يخلفوا تاني، وبتفاجئها ان هي حامل في ابن اوزان. فبتتأثر ملك جدا وبتعيط وبتسمح لعطية ان هي تمشي. وبعدها عطية بتدخل للكهف وبتفضل ماشية فيه لحد ما بتوصل للبوابة اللي بتربط بين العالم الاول والعالم التاني، فبتفتح البوابة وبتدخل، وهناك بتتفاجئ ان إرهان جاي لها من العالم الاول وبيقول لها ان هو افتكر كل حاجة وبيطلب منها ترجع معاه. فعطية بتقول له ان هي مش هتقدر تعمل كده وبتفهمه ان هي اللي هتدي الامل للستات علشان يرجعوا يخلفوا تاني، وبتقول له ان في احتمال كبير ان هي تفقد طفلتها لكنها مؤمنة بالقوة اللي ربنا اداها لها ومتأكدة ان هي هتقدر تجتاز المحنة دي وتولد بنتهم في العالم الموازي. وبعد مرور شهور بنشوف عطية وهي بتخلف بنتها في العالم الموازي وبتكون ولادتها صعبة جدا، وبنشوف روح جدتها وهي موجودة معاها وبتدعي ان عطية والطفلة يكونوا بخير. وفي النهاية بتخلف عطية بنتها بسلام، لكن بعد فترة بيظهر شخص غريب وبيخطف بنت عطية وبنكتشف ان الشخص ده هو اوزان، وبنعرف ان هو كمل اللي والده بدأ فيه واشتغل مع المنظمة السرية. وبيخلص الموسم الثاني من المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلمتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف. ونشوفكم الملخص اللي جاي ويلا سلام.